مساء الخير جميعا. كأني تأخرت، أنا أعتذر. مو لابسة ساعة. مساء الخير جميعا. أعتذر. يعني والله أنا أذكر إنه بعرف. مساء الخير. أعتذر ولا يهمك. أعتذر ما انتبهت إنه يعني شو كانت تعمل؟ لازم نعرف. والله عم بلبس الإشارة والله بس. يعطيك العافية، كيف أمورك؟ تمام، كيفك أنت؟ أهلا وسهلا. صحة صحة. أهلين فيك. يعني أعتذر من اللي عم يستنوا كمان من الصبح، في ناس عم تستنى من الصبح وأنا تأخرت عليكم 5 دقايق. مساء الخير جميعا. مساء الخير أستاذ غيث البطيخي، أهلا وسهلا بك. يعني أنا بدي أرحب فيك بآخر لقاء برمضان، وأنا زعلانة إنه رح تخلص هاي اللقاءات. بتشكرك جدا جدا على قبول الاستضافة اللي هلأ يعني جايين معنا لأول مرة. إحنا معنا الأستاذ غيث البطيخي، المفكر الشاب الأردني. له كتابين صادرين عن دار الأهلية. الكتاب الأول إن كنت عن الله على قلبك، والكتاب الثاني هذا ما وجدنا عليه آباءنا. وحاليا هو يصدر بودكاست جدا لطيف اسمه وبالحق أنزلناه. مرحبا غيث. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. انت كيفك؟ كيف هاشم وام هاشم؟ خلينا نسال الحمد هيك اول شيء. كيف؟ لله. تمام. الحمد امورك لله الحمد لله. طيب الحمد لله. خليني، احنا يعني باللقاءات السابقه احنا هذا رابع لقاء. احنا اللقاء الاولاني يا اصدقاء كان تدبر القران الكريم، اللقاء الثاني كان محاور الصور، المره الماضيه حكينا عن التغيير، شعبنا يعني باللقاءات الثلاثه صار في تشعب. واليوم لقائنا بعنوان التخيير والتسيير. بس بدي بلش. نحن بكل اللي سبقوا بلشنا بهيك آية كريمة. احنا لما اجينا بدنا نحط اتفقنا على اللقاء غيث، واحترنا انا وياك وصديقتنا الادمن شيماء انه شو بدنا نعنون. وبعدين اتفقنا نحن ثلاثة على ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هيك شعورك عن هي الآية يا غيث، وهيك كيف بتفكر فيها، وبرأيك ليش ذكرت 4 مرات بسورة القمر؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لك مرة ثانية على الاستضافة. ويعني إن شاء الله نقدر نكمل لقاءات، لو يعني على الأقل نعملها كل إن شاء فترة الله. مع بعضنا. يعني أنا كثير انبسطت يعني واستمتعت يعني بالحوار مع حضرتك، وما شاء الله بتعلم منك كثير. تسلم. الآية يعني أنا بشوف عدد نبلش بعدد تكرارها. عدد تكرار الآية عشان تقدر توصل لأدمغتنا، للناس. الكل حدا بيحاول دائما يحصر تدبر القرآن وتفسير القرآن لذاته، ويحصر الفهم لجماعة معينة أو يقصرها على جماعة معينة، وهذا الحكي غير صحيح. ربنا حب يذكرنا بهذا الموضوع: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني إنه الإنسان لازم دائما يتذكر القرآن بهالمواقف اللي بيمر فيها بحياته. وهل في إنسان رح يقدر يسمع هذه الرسالة اللي ربنا كرر فيها؟ هلا نحن بنعرف إنه القرآن لا حشو فيه، لا حشو فيه، يعني على عكس الشعر واحد بكتب بحط أبيات، بحط شغلات بدي شان يوصل فكرة واحدة، ممكن كل القصيدة كاملة ببيت واحد خلص بيعطي المعنى، أو واحد يكتب كتاب كامل على فكرة واحدة. لكن القرآن لا، عشان كلام العزيز الجبار المتكبر، كلام الله سبحانه وتعالى، هو لا حشو فيه. وبما أنه لا حشو فيه، فإنه التكرار لم يأتي من فراغ. هو التكرار أتى لسبب معين أساسي، منه أنه إحنا نطلع عليه، أن نفهم أنه هذا القرآن ميسر بين إيدينا، نستطيع أن نقرأه نحن اليوم، وكل إنسان يستطيع أن يقرأه ويتفاعل معه كأنه ينزل عليه اليوم. كأنه الإنسان لما نحكي يا أيها الرسول أنت حامل هذه الرسالة الآن. و... ولما يعني يذكر أي شيء بالآيات اللي موجودة فيها، كيف عم بتخاطبنا اليوم. ما بدنا نضلنا إحنا حاصرين للأسف القرآن ومتخذينه مهجورة، إنه نرجعه بالزمان، نرجعه لأسباب نزول، ونرجعه لوقت سابق إحنا مر علينا. وربنا دائما عم بيحكي لنا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هدول مروا هالأقوام، ما نضلنا إحنا عالعين بالماضي ونفكر كيف إحنا نقدر ناخذ عبر من هذا الماضي، بس كيف الأهم كيف نقدر نفاعل هذه الآيات وهذا الكتاب العظيم
مع واقعنا اليوم. فعشان هيك هاي الآية هيك بتعني لي إنه اصحى تذكر إنه هذا القرآن موجود، أي إنسان بيقدر يقرأه، بس لازم يرجع يتدبر فيه يعني على مهل، وما يتعجل فيه. ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. ما عم تحكي مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مهم. فقط، هي مهم. بتحكي مع كل واحد فينا. لا تتعجل. دائما الناس بقول لك أنا بفهمش عربي، أنا مش قادر أتفاعل معه الكتاب هذا. بقول لا، ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. راح يكون فهمه إيحاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الله موجود في كل زمان ومكان بالنسبة لنا، وهو موجود طبعا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، هو دائما موجود. فبما أنه هو موجود في الحاضر والماضي والمستقبل، معناها وحيه لا ينقطع. مهم. وما دام لا وحيه لا ينقطع لنا، معناها الأمر والروح اللي هو ببعثها والملائكة دائما موجودين حولنا. فلهيك تفاعلنا مع القرآن دائما راح يكون في يعني حماية الرحمن آه، سبحانه وتعالى. يعني كنت بدي اسالك، بس ما شاء الله عليك، يعني انت سبقت وجاوبت، اللي هو يعني انه نحن معناتها كل حدا فينا حامل رساله القران. أكيد ربنا بيتخذ من الملائكة ومن الناس رسلا، أكيد مهم. طبعا. لما الإنسان يفهمها لازم يكون هو حامل، هو خليفة الله في الأرض. وخليفة الله في الأرض إنه يكون مصلح، وإنه يكون مهم. مصلح يعني يعمل خير. مهم. ولازم إحنا عشان نعمل خير لازم يكون عندنا مرجعية. هاي مهم. المرجعية لازم تكون إيش أحسن يكون عندك من رسالة الله تعالى منه جاي مباشرة. طيب كلمة مدكر غيث، حسب أنت هلأ يعني ماسك الأحرف وتتدبر بالأحرف مم. والكلمات، مم. تحكي لنا عن كلمة مدكر بالذات. يعني مدكر اللي بدي أحكي لك عنها أساسها يعني الميم حكينا إحنا دائما اكتمال وتموضع، والدال قوة دافعة تجاه شيء معين، والكاف يعني كيف إنه الشغلات تتراكم فوق بعضها البعض، والراء التكرار. مهم. فالأساس إنه إحنا اللي بدنا نعمله بالقرآن إنه إحنا دائما ناخذ هذا، نفهم منه هاي الأشياء، مهم. نتذكر الآيات تبع ربنا اللي موجودة فيه، ونوجهها ونراكمها فوق بعضها البعض لتعطينا إحنا المعاني اللي إحنا شايفينها عم بتحقق استخلاف حقيقي بهذه الأرض. فعشان هيك السنة القرآن للذكر فالمدكر. هلا أكثر من جهة دائما بدك تاخذيها، بدك تاخذي المعنى تبع الكلمة داخليا وخارجيا. مهم. داخل أدمغتنا هي إنه الإنسان كيف يراكم هاي المعلومات كلياتها بشكل متكرر، حرف الراء، ويجمعها بعدين يوجهها بالشكل الصحيح للتغيير. وبذات الطريقة بده ياخذها ويعكس كيف بده ياخذ هذا الفهم كلياته، وبده يعكسه على الواقع ويراكمها على الواقع، ويطلع منه بالبحث العلمي وبالاستخلاف بالشكل الصحيح. هذا بالنسبة لي ما معنى مدكر. فهي مش بس عملية استرجاع ذاكرة مهم. فقط، لا، هاي ميكانيكية أها. بسيطة. ربنا هذا فيها أها. قرآن، والقرآن وإنه قرأ الآن يعني شيء مفسر وواضح بالنسبة لك، وأنت فاهم كيف بدك تطبقه. مهم. كأنها كلمة متفردة لسورة القمر، يعني موجودة بس في سورة القمر وهي أحد حكينا عنها. آه، صح، وحكينا عنها إنه دائما في كل صورة من صور القرآن الكريم دائما كلمة واحدة على الأقل أها. تتفرد فيها. طيب من مدكر هي موجودة بسورة القمر. أها. طب محور سورة القمر قبل ما ننتقل على لسه ما خلصت، ما وصلت. السماء. لا. احنا يعني احنا حكينا بالاول مره، هاي نقطه حكيناها، بس بدي ارجع اسالك اياها هيك لو سريعا. هل قراءه القران وتدبره يا غيث تستلزم قدره معينه عند لا. بني البشر؟ لا. لا. لا، وهذا لازم يكون هو مدخل لموضوعنا اليوم. مهم. لأقول لك إيش المفروض القدرة اللي لازم تكون موجودة، هي فهمنا للأصوات اللسانية، يعني الصوت. إحنا لما نتعامل مع القرآن بيضطر الواحد بيقول لك أنا بفهم هذا الحرف كيف شكله، وبالتالي كيف صوته، وبالتالي شو معناه حسب ما إحنا درسنا، أو هي المفردة شو معناها. مهم. لكن جميع لسانيات العالم أو اللسان الذي يستخدمه كل البشر في العالم هو ذات الصوت. مهم. وقلنا إنه مرجعية الأصوات اللي إحنا بنستخدمها أو أي لو حدا بالعالم بيستخدم هذا هي نفس الأصوات. يعني هم بالنسبة لهم مثلا نحكي بلغة الإنجليزية، يعني حرف السين بيقابل حرف الجيم عندنا مهم. مثلا. آه، مفهوم الكلمات يعني الصوت نفسه مثلا عم بيطلع، او الجه يعني جي مثلا زي الجيم عندنا كصوت. فانه هذا له دلاله معينه، هاي الدلاله المعينه احنا لازم نقدر نفهمها. فالاساس اللي احنا لازم نفهمه هو فقط اللسان العربي المبين من ناحيه الاصوات. بعدين القرآن ببلش يتكشف انه انا لما اتفاعل مع هذا القرآن بقدر اتفاعل معه حسب هذه الاصوات. وبما انه هاي الاصوات هي مكونة لجميع الألسنة موجودة في العالم، معناها راح يكون إشي بسيط إنه أنا بس بدي أربط الصوت مع هذا الشكل الحرف.
وبالتالي بصير عندي أنا المعاني أقدر أستوعبها. فلهيك هو الحمد لله يعني هي كانت ميزة لعنا إنه إحنا تربينا في دول بتحكي إنه إحنا هذا لسان عربي، هو شوي ابتعد عن لسان القرآن زي ما بنحكي. لكن اللسان فيه أعطانا قدرة نقدر نعمل هاي الشغلة. فأنا بشوف إنه هاي هي القدرة الأساسية. وثانيا بده يكون عندك أساسيات علم المنطق، لكن هي أظن حتى بتيجي مع القرآن، يعني القرآن ربنا بيمشي لنا إياها، بيعلمنا إياها. هل بتحط لنفسك غيث أي حدود وأنت عم تتدبر؟ يعني خلينا نقول، هل في قداسة ما وأنت عم تتدبر آيات القرآن؟ اكيد يعني انا بالنسبه لي بعد هلا بكون زمان اتدبر بوقت الالحاد، خليني احكي، او ادور بوقت الالحاد، وفي بدور بعد بعد فتره الالحاد والحمد لله العوده الى الايمان. الحمد لله. فقبل ما كان في قداسه بالنسبه لي، انا عم بحاول اتعامل مع هذا الكتاب كانه نص تاريخي وصل لنا من شخص ذكي جدا كتبه بفتره معينه من الزمن، وصدف انه طابقت بعض المعلومات اللي موجوده في العلم الحديث. لكن هلا لما انا بتفاعل معه هو اثبت لي انه هذا القران لا خطا علمي فيه، وهو يطابق التفسير العلمي الحديث اللي احنا عايشينه، وبيعلمنا كثير شغلات بعلم النفس وبعلم الاجتماع وبكل شيء. اصبح هو بالنسبه لي هو يعني نص الهي موجود من الله سبحانه وتعالى اللي هو خلقنا. وبالتالي هو هذا النص عم بتفاعل وهو صالح لكل زمان ومكان. فانا لما بتفاعل معه بحاول دائما اعطيه طبعا نص القداسه انه هذا الشيء الهي، وبخاف انه انا المخرج تبعي اكون عم بخرج من قواعد التدبر اللي حكينا فيهم بالحلقه الاولى بتخيل. والنتائج اللي عم تطلع معي يعني لازم ارد ادرسها من ناحيه علميه، وبرضه بدرسها من نواحي تانية عشان اتاكد انه اللي انا عم بقدمه ما كثير عم بخالف المعهود. واذا كان برايي بخالف المعهود بكتب عليه انه هذا تدبر خاص، هذا راي شخصي، عشان دائما اكون حامي حالي وحامي الانسان اللي عم متلقي من المعلومه اللي قدامه انه ما ياخذها بشكل انه خلص هذا الحكي هذا هو الحق. لانه احنا للاسف تعلمنا هيك بمجتمعاتنا، وهذا خطا، انه احنا ما ناخذ كلام اي شخص انه هو خلص هذا كلام وانا هذا بتبعه، هذا الشخص بكل شيء بيحكيه. هي مأساة. يعني انا اصلا لو حكوا الناس احنا بنتبعك مأساة، انا صفيت انا عم بعمل حالي شريك مع الله سبحانه وتعالى، اعوذ بالله اني اوصل هيك مرحله. سبحان فلازم الله. احنا نعطي القدره عند الشخص ذاته قدامنا انه انت فكر، انت هي الادوات قدامك وراح يطلع عندك ادوات احسن مني واضبط مني، وممكن يكون رايك اصوب من راي غيث، ممكن تلاقي شغلات احسن بكثير من اللي عم بقدمه غيث. ما فيش انا عندي لا فضل من هذا غير بفضل من الله سبحانه وتعالى. فهي في فرق يعني عن جد، الانسان اللي بحاول ياخذ منك القدره على التدبر والقدره على التفسير ويحصره بحاله، بين انسان عم بحاول كل جهده انه لا يرجعك انت بتتعامل مع هذا القران لحالك وبذاتك. كباحث غيث، يعني حضرتك هلا عم يعني باحث بالقرآن كامل، والقرآن مقسم إلى صور مكية وصور مدنية. مم. هل أنت كباحث في يعني وأنت عم تفكر وتتدبر، بتجي مثلا بتفكر بالفكرة الفلانية بتقول لا بس هي مكية ما بتزبط، لا هي مدنية؟ لا انا موضوع المكي آه. والمدني ما بشوفه له علاقة صراحة في القرآن. أها. يعني أنا بشوفه هذا جزء من الإضافات البشرية اللي أتت على القرآن من الخارج. مهم. وزي كيف إحنا كنا نضيف أسباب النزول، صفى للأسف إنه هو عبارة عن قالب أو عبارة عن عدسة إحنا بنطلع فيها على القرآن، وعم دائما عم بيكون زي الغشاوة للأسف. مهم. لانه عم تحصر قدرتنا على التدبر، عم تحصر انه فكره في مكي ومدني. هل هذا يعني انها خاطئه؟ لا، ما بقدرش احكي هذا الحكي. مهم. انا قرات كتب كثير بموضوع المكي والمدني، كنت احسها عم بتبعدني عن مفهوم المحور رقم واحد، مهم. وكنت عم بحسها عم بتشتتني. ليه؟ لانها بتسوي مشكله كثير بموضوع محور الصوره. يعني انا بآمن صدقا انه الصوره يا انا نزلت كامله مره واحده، او نزلت اجزاء متراكبه وعلى بعضها البعض، بس ما في إشي نزل انه والله نزلت آية لحالها وقت مكة بعدين اجت آية وتركبت عليها. هذا ما بآمن فيه. انا بآمن انه جمع القرآن اتى كان لما ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل يعني سورة كاملة او اجزاء من سورة، وكان يرتبهم ورا بعض. وربنا اللي جمع القرآن إن علينا جمعه وقرآنه ولم يتركه في يدين البشر مهم. ابدا. إيه، أنا هلا هيك بدي أحكي فيها، اللي هي أنا نزلت منشور عن كتاب نظم القرآن محمد داوود امم. المؤلف الإريتري. فهو يعني كمان متحفظ على فكرة جمع القرآن بعد وفاة الرسول. اكيد. ف تعرفي فبتذكر. ليه؟ أها. طبعا. للاسف انه
الطريقة لما انت هلا تيجي تحكي انه نزول قرآن وتجمع، اول اشي راح يدخل عندك انه الشك، انه طب هذا معناها الجمع بلكي أها. في شيء ناقص. أها. طلعوا لنا بس موضوع النسخ منه، وانه في ايات اكلتها معزة، أها. وهلا احنا ما عندنا اياها، وصار كانت سورة أها. الاحزاب بطول سورة البقرة. انت أها. تخيل الفكر اللي احنا بنوصل له بس من مدخل صغير زي هيك. تمام. رقم اثنين، موضوع الحرف القرآني والخط القرآني والأصوات والقراءات القرآنية كلياتها صارت مداخل على القرآن، احنا نتعامل معه بس من هذا الموضوع. مهم. ليه؟ لأنك إنه نزل القرآن على 7 أو 10 أحرف، طب هم 7 ولا 10؟ رقم واحد، يعني طريقة القراءة حتى. مهم. وإنه للأسف إنه بعض طرق القراءة بتضيف قاعدة كلمات على مهم. القرآن، فمعناها انه في حتى يعني صار في عندنا مأساة، انه صرنا نآمن احنا في عندي 10 نسخ من القرآن بشكل من الاشكال او 7 نسخ. مهم. وحتى الحرف القرآني، يعني ربنا لما قصد يكون ابراهام بالسورة البقرة ما فيها حرف ميم، بس بكل القرآن في حرف ياء، حرف ياء سوري، في حرف ياء، ما في حرف ياء بسورة البقرة بكلمة ابراهيم، ابراهام مكتوبة بكل القرآن مكتوبة ابراهيم، كانت لسبب. لو انه بشر اللي عبارة عن جمعوه، معناها بجيبوا لك هو جمع من هون صحف كانوا يكتبوها بهي الطريقة، ومن هون صحف كانوا يكتبوها بطريقة ثانية، ما يكونوا نحط مهم. النقطتين. فحتى موضوع التنقيط صار مدخل، حتى موضوع التشكيل صار مدخل. مهم. أنا برأيي أنه القرآن نزل كما هو بصيغته الحالية علينا إحنا حاليا، و- وجمع في حياة الرسول عليه عهد الصلاة الرسول عليه الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام. طيب يعني أعطيك خليني بس. أعطيك بس آه. آية: رسول من الله يتلو عليهم صحفا مطهرة. كيف صحفا مطهرة عم بقرأ يتلو عليكم؟ آه. كيف نجمعوا؟ هو كان ينقي الناس يكتبوها. صح. صح. بس هي سؤال أخير عن القرآن بشكل عام، وندخل بعنوان اليوم. هل القرآن فيه شفاء يا غيث؟ أكيد هدى أكيد. ورحمة للمؤمنين، مم. وننزل من القرآن ما هو ما هو شفاء شفاء. ورحمة للإسراء. قل هو آه، الذين آمنوا هدى وشفاء. صح. شفاء من أي فيه ناحية؟ هدى. شفاء أنا اللي بشوفه صراحة، يعني شفاء نفسي، شفاء للروح، شفاء لمعظم المشاكل، بالإضافة إلى بعض الشفاء الفيزيائي اللي أنا بشوفه. بس للأسف إحنا حولناه شوي هذا الشفاء لمنظور شوي اقرأ هاي الآية 17 مرة واشرب مي ويصير عندك شغلة. يعني ما دخلت كثير بهذا العلم، بس انا بشوفه شوي غريب على القرآن. واحنا بنحول انه زي انت خايف اقرا سورة ياسين 200 مرة، بشوفه برضه انه شوي نوع من يعني زي الفكر القديم، وما بشوفه شكل صحيح. انا بشوف انه لا، انه والله مثلا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، شيء علمي. يعني انا دائما مش انه انا كغيت انسان علمي، انه والله المي البارد لها نتيجة. بعدين بيعطيني شفاء روحاني، ففي يعني شفاء فيزيائي زي هاي اللي حكينا عنها. ومثلا العسل، انه عم بيحكينا عن العسل ويخرج ما بطونه، يعني ممكن حتى العكبر هذا اللي عم بيطلع، مش بس العسل، يفيد للانسان من ناحيه صحيه نفسيه جسديه. لا، وفي عندك صحه النفسيه، انه انت انسان ما تخاف، ربنا موجود، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي عندك الصحه الروحانيه، انه انا كل هذا اللي عم بروح، ليش عم بتعب، ليش عم بغلب حالي. يعني اعطيك مثال عن حالي كشخص. انا صار لي فتره هيك شوي يعني متضايق من الشغل، وبضلني افكر بالموضوع، موضوع الشغل. بس انا برجع بحكي انه ليش بضلني اذكر حالي انه طب ما ربنا هو اللي عنده الرزق، هو اللي بيوزع لك الشغل، من ايش خايف؟ مالك؟ يعني اعمل منيح زي ما حكينا، تصدق واستغفر وامشي، وهو راح يمشي لك الامور هاي كلياتها. فبصفي هي شفاء راحه نفسيه، انه خلص ما انا موكل امر ربنا، انا عم بتعب، عم بسوي وبغير، بضلني اتغير، بعمل البيفوتينج او الشيفتنج او تغير الاتجاه تبعي، بعملها، فبتوكل على ربنا. فهو الشفاء حتى يعني كل العقلية اللي ممكن المشاكل النفسية اللي احنا بنمر فيها يكون في عندها دلالة توجهنا وين نروح، كيف احنا نتخلص منها. يمكن غيث بيدخل فيها اليقين، انه انا طيب انا مثل ما صار مع شيماء عم تحضرنا، صديقتها، يعني الله يشافي الجميع، يعني يعني احد انواع الكانسر، وهلا هي يعني هي عندها بليف انه انا طبت بسبب مداومتي على قراءة سورة البقرة. حلو. انا بتهيألي قصة اليقين، يعني انا اليقين بان الله هو الشافي المعافي، يعني كمان صح. يقين بقدرة رب العالمين انه هو الشافي، هو المبدئ، هو المعيد. يعني هي بتهيألي اللي بتلعب دور، صح ولا لا؟ مم. طبعا أكيد. ما هو يعني احنا دائما نحكي انه احنا عبارة عن روح في جسد، تمام، او احنا عبارة عن كائنات روحية
موجودة في جسد فيزيائي، ولسنا أجساد فيزيائية لديها روح. مهم. تختلف كثير النظرة. مهم. فالفكرة إنه إذا ما إحنا كائنات روحانية، معناها إحنا في عنا أساس مصدر لهذا الروح هو الله. إذا أنت متصلة مع الله، معناها أنت دائما عم تعملي داونلود، وعم بتكوني في علاج، نوع من العلاج الروحاني موجود عندك. هلا أنا بآمن إنه كثير من المشاكل النفسية والمشاكل الجسدية، أو أول شيء المشاكل الجسدية أساسها يعني فيها كثير دور نفسي بالإضافة لتفاعلنا الفيزيائي، مهم. ومشاكلنا يعني النفسية أساسها بعدنا عن الروحانية. مهم. يعني خلينا هيك زي بيهم 3 طبقات. طبعا. فالإنسان اللي عنده مشاكل نفسية بده يرجع للروحانية، والإنسان عنده مشاكل جسدية بده يشوف النفسية اللي موجودة فيه، الستريس. وهي دائما يعني معروفة عند الأطباء. هلا بيجي صح بقول لك إنه الستريس هو مصدر معظم المشاكل اللي موجودة. صحيح. والانترستنج إنه الإيمان إنه الستريس، شوفي هاي توك حلوة، بقول لك إنه الإيمان إنه التوتر بيسوي مرض هو اللي بيعمل لك المرض، لكن الإيمان إنه التوتر إشي منيح ممكن ما يسوي لك مرض. في مهم. دراسة حلوة شوفوها على تيد توك. فالفكرة إنها أنا ممكن أعالج حالي طبعا، ممكن بالقرآن روحانيا نفسيا، فأنا روحانيا ساعدت حالي نفسيا، فبالتالي الستريس راح عندي جسديا. في كتاب اسمه نيفر فير كانسر أجين، آه. حكيت عنه بجوز من قبل، آه. لريموند فرانسيس. فبيحكي إنه هم أظن 6، إذا متذكر صح، هم كانوا 6 مكونات. رقم واحد منه، يعني رقم واحدة منهم موضوع العامل النفسي، مم. غير التوكسينز، غير هذا. يعني واحد قاعد قدام أشعة سينية طول الوقت أكيد راح يمرض، يصير معه مم. كانسر. تمام. بس وقد ما يقرأ قرآن ما راح يصير هذا. فبدك تاخذ بالأسباب، وفي نفس الوقت بدك ترجع مع ربنا. فكتير مهم إنه إحنا نشيل العامل النفسي السيء. يعني الناس اللي بتضلها تكبت جوات حالها، اللي بتكون مش عارفة تتفاعل مع المشاكل النفسية تبعتها، راح يصير عندها مشاكل جسدية. فلهيك لما انت تحكي لي القرآن شيء روحاني، بقول لك عم بيعالج الروح وبيعالج النفس، وبعضه عنده فيه إشارات لمعالجة الجسد. بالتالي نحن لازم ناخذ العلم لنقدر نعالج حالنا بال3 طبقات هدول. تمام. تمام. طب يعني بس يعني كمان أظن هي حتكون مدخل اللي بدنا نحكيه بعدين، اللي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل للذين آمنوا المؤمنين. من هو مم. المؤمن يعني في المؤمن هو من. طيب شفاء انك أسألك إياها سؤال. اها تعرف إنه من أسماء الله الحسنى الم... المؤمن؟ صح. تمام. طيب مضبوط. فإذا بدي أخذ مفهومنا للمؤمن، مهم. شو يعني الله المؤمن؟ مش عارف. بالضبط. فكلمة أمن كأساس كمفهوم هي الشعور بالأمن. تمام. مهم. هلا الله ليس كمثله شيء، ما عنده شعور بالأمن، فهو مؤمن لأنه بيأمن غيره. هو ايش هو الأساس تبع الأمن تبع كل الكون هذا، مم. مصدر الأمان بالضبط. فما دام الإنسان المؤمن هو الذي يشعر بعدم الخوف مما يقدمه الشخص الآخر. مهم. فهنالك مؤمن بالله، وهناك مؤمن بفكرة، وهناك مؤمن بكتاب، فالمؤمن زي الكافر، مهم. معناها كمفهوم منفصل صوتيا ولفظيا عن مفهوم الدين ومفهوم الله، مهم. مختلفين. مم. فعشان هيك بالقرآن بقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. بس ليش جبت لك إياها؟ لا، وهي حتى كنت يعني على عمل الصالحات، دائما عمل الصالحات من آمن وعمل صالحا، من آمن مم. تاب وعمل صالحا. يعني لا، هي بظن يعني بدها تكون يعني هيك توسعنا فيها شوي. حاضر. هي طيب. يعني الإيمان، يعني أقول لك الإيمان أي غير فكرة المؤمن غير المسلم. يعني الإيمان طبعا أكيد. فهو يعني المشرك غير غير المشرك لا تعني اللي إحنا بنعرفه. اه المشرك حكينا إنه هو أي إنسان وضع لله شريك في صفته، مم. وهو بالعادة وفي العادة يأتي غير واعي. يعني ما الإنسان وما يؤمن أكثرهم بالناس إلا بالله إلا وهم مشركون، مم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني معظمنا بنآمن بربنا بس إحنا مشركين. مم. ليه؟ لأنه إحنا الشرك هو شيء غير واعي. الإنسان لا شعوريا بيحكي خلص أنا بتبع هذا الشيخ أو هذا المتدبر، وخلص هذا هو بالنسبة لي صفيت. أنا عم بحط هذا المتدبر هو عبارة عن شريك لله في التشريع. لما بحكي إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بصفته النبي كان يحلل ويحرم، معناها أنا جعلت إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شريك في التشريع دون أن أوعى. صح. لما أصير أحكيها أصبحت كافر، لأنه صف بطل الإشي غير واعي، أنا مش صاحي عليه، أنا صرت بحكيها. فعشان هيك ربنا بقول لك لقد كفر الذين قالوا، لأنه صاروا
تحول من إشي لا واعي موجود في الدماغ من وراء إحنا بتبعه عندي عادات بدون ما أوعى عليها، لشيء أنا عم بحطه قدامي واقع وعم بتعامل معه. فصفيت الكافر هو كف الشيء بغض النظر كافر بالله ولا لا. فالكافر بمفهوم الله أحاديته يقول لك إنه هو ثالث ثلاثة. الكافر في إنه الله ليس كمثله شيء هو الذي يقول لك وكان له ابن. والكافر إنه الله واحد ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلل وحرم عن طريق البخاري. فهو شرك غير واعي، هذا شرك. لا إحنا إذا ما مش واعيين شرك. لما نطلع ونحكي نعم الرسول حلل وحرم، هذا أصبح كفرا كنطق. ليس هو كافر كإنسان بالله، لا هو مؤمن بالله لكنه يكفر نطقا بموضوع أن الله هو الذي يحرم ويحلل. فبالتالي الإنسان المؤمن هو الذي يؤمن على فكرة معينة. يعني أنا حكيت لك فكرة، قلت لك إنه والله لازم أنت تقرأ القرآن كامل، أو لك محور الصور، إنه في شيء اسمه محاور الصور. أنت آمنتي بالفكرة فأنت مؤمنة بالفكرة. ممكن يا واحد يجي يعمل يصير لما يقرأ القرآن يحس والله تعرف في أفكار يفكر فيها بعقله بس ما بيحكيها. تمام. وممكن واحد يقول لك لا غيت أفكارك غلط، أنت كل ما تحكي غلط. هذا كفر بما أقول، ليس كفر بالله، كفر بما أقول. وممكن يجي واحد يقول لك أنا ما إلي دخل باللي عم بحكيه غيث، أنا بدي ضلني أتبع التفسير التعضية اللي هو آية بآية. هذا أصبح مشرك بما وجد عليه. مش معناها غير مشرك، غير مشرك بالله، مشرك ما وجد عليه بالفكرة تبعتي. وفي المنافق اللي بيجي بقول لك أنا مآمن بفكرتك، بروح بتخوت علي من وراء ظهري، هذا منافق. تمام. فدائما في صنوف هذول الناس لأي فكرة لأي قيمة. تمام. فعشان هيك احنا ما لازم دائما ناخذها للسياق تبعها. فالايمان في القران يعني الشعور بالامن. نتطلع فيها بالايات بنشوف يا عنده شعور بالامن بالله، بالدين، بالكتاب، بالرسول، حسب شو السياق. والكافر يا كافر بالله، بانعم الله، كافر بالطاغوت، باي شيء، كفر بالفكره، بايمان، بالتوحيد، كل واحده لها موقف. تمام. والمشرك بالعادة هو الذي جعل الله صفة في شريك. إيش الصفة؟ حسب، ممكن صفة شرك الله في التشريع، ممكن جعلنا الله شريك في الكينونة، ممكن جعلنا الله شريك آلهة أهوانا، ممكن جعله بصفته إنه هذا الإشي ما أظن تبيد هذه أبدا بسورة الكهف. تمام. ونفس الشيء يعني خلص عندك المنافق. منافق بإيش؟ نافق عندك بفكرة، ممكن بالله، بالدين، بأكثر من شغله. فدائما إحنا مشكلتنا إنه في عنا بنسميه، أنا بسميه المعنى المركب، الكومباوندد مينينج. لما حكوا لنا كلمة كافر انزرعت بمخنا إنه كافر بكل بالله، خلص كل ما أتعامل معها بالقرآن بصير عندي هاي المشكلة، ما عم بقدر أشوف الصورة صح، حطوها غشاوة على عيوننا. فإحنا لازم نرجع للصوت النقي واللفظ النقي والمعنى النقي للمفردة. وحكينا انها بسورة يوسف، شوفوها بسورة يوسف رح تلاقوا المعاني. عشان هيك انا بقول لك وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون بسورة يوسف، عشان عم بتوضح لكم ما معنى الشرك. لا واعي، عملية غير واعية. يعني برجع انا هيك مشان انا انه هيك انا اكون فهمت صح، انه من آمن وعمل صالحا في صورة غير من تاب وعمل صالحا، يعني بكل صورة بيكون حسب السياق اللي جاي معها. 100% أنا صح. كثير والمؤمنين غير. ما هو المؤمنين، من هم المؤمنين؟ مؤمن بإيش؟ حسب السياق. إذا مؤمن بالله، مؤمن بالكتاب، مؤمن بسيدنا محمد، مؤمن فيهم الثلاثة بتبين. أوكي ماشي. سورة المؤمنين شو المحور تبعها؟ المؤمنين الإيمان. الشعور بعدم الخوف. شو هم الأسلوب تبعك تستخدمه عشان تشعر عدم الخوف؟ أنا وقت عم نطلع على وعملوا صالحا أو عمل الصالح، طلعت لي الآية هي دائما أنا بحطها أو فيها للناس اللي بيكفروا إخواننا المسيحية وبيكفروا يعني بيكفروا الآخرين، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي بالبقرة وموجودة كمان بالمائدة، يعني الآية موجودة مرة صابئون مرة صابئين. شو الفرق بيناتهم؟ هات لنشوف يلا. الياء استمرار زماني والواو استمرار مكاني دائما. فكلمة صبأ شو يعني؟ وكلمة يعني صبأ مش صابئين اللي هم الصابئة المندائية اللي عندهم كتاب الكنز ربة، هذا لا. الصابئين هم من صبأ عن ذلك، أي حدا غير ذلك. تمام. يعني بدور بشكل متصل، عم بدور على الأسباب، أي إنسان عم ببحث. فهذا الإنسان اللي عم ببحث يا باستمرار زماني أو باستمرار مكاني.
مرة هون ومرة هون، وهي رجع. في ناس بقول لك القرآن عنده خطأ في النحو. لا، القرآن عنده لسانه الخاص فيه. فطبعا هلا انت بس اللي انت حكيتيه، شوفي، إن الذين هادوا غير اليهود. ان الذين هادوا هم الذين بحثوا عن الهدى من هادوا. اها والنصارى هم الذين نصروا حزبهم على شيء معين، على فكر معين. ممكن يكون النصرة تبعتهم كانت صحيحة. اها ما تمام. احلى كثير. لكن هلا بدك تدير بالك انه كلمة اليهود في القرآن لا تعني اتباع سيدنا موسى ولا تعني اتباع التوراة. ولكن اليهود تعني الذين ظنوا ان الله لم يهدي احدا سواهم. اها تنطبق على بعض اتباع سيدنا موسى، ولكن تنطبق على اتباع ناس تانيين اللي هم فكروا بس الدين لإلي والقرآن لإلي والجنة لإلي، واي حدا تاني اللي قرب من الجنة هقطع رجليه. اها هذا الفكرة. فهلا اليهودية فيها 3 صفات أساسية كقرآن، عم بحكي كمعنى قرآني: الإقصائية والآبائية والإنغلاقية. إقصائية بقصوكي، يعني إذا أنت خالفتيهم مين أنت؟ أنت غلط، بدي أقتلك. انغلاقية، إحنا بس عنا جماعتنا لحالنا ومناش بالناس التانيين. آبائيين، بياخذوا العلم توارث. اها النصارى آبائيين وانغلاقيين بس ليسوا إيش؟ إقصائيين. فعشان هيك لتجدنا أقرب الناس الذين آمنوا، عشانهم أي شخص إنسان عنده فكرة. هدول أفكار يعني نحكي ملة فكرية. هدول اليهودية والنصرية هي ملة فكرية وليست تبعية دين معين. تمام. أتباع الدين المعين الحقيقي الموحد لله هم مسلمين بالقرآن من على مر العصور كاملين. طيب شو ضل عنا؟ حكينا اليهودية وحكينا النصرانية. طب مين في ناس آبائيين فقط لا انغلاقيين ولا إقصائيين؟ المشركين. عشان هيك ربنا لما حكى عن سيدنا إبراهيم شو حكى له؟ حكى: وما كان من المشركين. ما كان يهوديا، يعني ما كان إقصائي، وما كان ولا نصرانيا، ما كانش آبائي ولا انغلاقي، ولا انغلاق على الحزب تبعه ونصر الحزب تبعه، ولكن وما كان من المشركين، لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. شوفي كيف نفض. فمعناها شو يعني الحنيفية؟ يعني الحنيفية انه الانسان يبعد عن الانغلاق الفكري، مش كل حزب من بلدين فرحون، ويبعد عن الآبائية، ما ياخذ ما وجدنا عليه آباءنا. ورقم 3 يبعد عن الإقصائية، ما يكون زي اليهود، حنيفا مسلما مسالم. هدول جنب ولدنا، يعني مثل ما قالت منى هلا كتبت بعض المسلمين هم كذلك، يعني موجودين. روعة طبعا. روعة. طيب معناتها يعني أنا طولت عليك قبل ما نفوت لا بالمحور ولا الرئيسي. يهمك. يلا. معناتها عمل صالحا، يعني العمل الصالح كمان بدي اطلع كيف جاي بسياق الآية، ما هيك؟ ولا في عندك طبعا. مفهوم لعمل وبس في الصالح؟ دلالة. هلا مش احنا حكينا انه الانبياء الاساس تبع البشر انهم تطوروا بالوعي. تمام. تطور الوعي يعني خلينا نحكي انه سيدنا هود كان في وعي معين انه بس اعبدوا الله على سبيل المثال. ما كان في محرمات كتير، وكان حتى وعيه هو كنبي مش كالوعي اللي احنا عنا اياه، لانه تطورت مجتمعاتنا، تطور وعينا، تطور الانسان، فصار في معلومات جديده تراكمت عنا، صح، والعلم تراكم. فبالضروره انا بيوم من الايام لما كان بجوز عمري 4 سنين كان عندي وعي هود. لما عم بكبر عم بصير عم بقرب على وعي موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد كوعي، لانه بالضروره هم عقل كل واحد فيهم تطور مع الزمن اصلا. فاحنا بنمر بهاي المراحل. واحد من هالانبياء شو اسمه؟ صالح. شو صالح كان بيعمل؟ حكى لهم: تعايشوا مع اللي حول، انتم مستخلفين في الارض، تعايشوا مع الطبيعه، تعايشوا مع الحيوانات، لا تأذي. فمن عمل صالح هو الانسان اللي ما عم بيأذي غيره. الانسان اللي بيعمل منيح بيستخلف بالارض. بدك تقصر مي وتاخذها عشان تشرب، اعمل هيك. بس ما عندك الناقة التي في الارض وليست على الارض، تاكل في الارض، هي جوات الارض زي القندس يعني. مش القندس، شو اسمه، الخلد جوات الارض، عم بياكل، عم بيفتح المي، عم بيسحب المي اللي هم عم بيقصروها. ناقة غير البعير غير الابل، مختلفين. فالفكرة انه الناقة اللي هم حصل بغض النظر شو نوع الحيوان، انه هم عقروها، منعوها تمر، منعوها تاخذ المي. فما دام منعها تاخذ المي معناه هو بطل مصلح، صار مفسد في الارض. فعشان هيك الانسان المصلح او الصالح في الارض او الذي يعمل صالحا هو الانسان اللي بدير باله على الحيوانات، بدير باله على الطبيعة، وبدير باله على غيره، مستخلف في الارض. لانه الدين اتى عشان احنا نعيش، مش عشان احنا نموت. فعشان احنا نقدر نعيش بدنا نخلي هالارض تضلها عايشة. هذا هو عمل الصالحات.
فأي شيء بعمله أنا في الخير، برفع وعي ناس، عم بزيد خيرات ناس، عم بحمي هالطبيعة، هذه هي الخير، هذا هو الإصلاح. هلا يعني كل السياق بحدد لك إذا في يعني إصلاح معين. اه يعني لانه هاي يعني كثير كثير موجوده اعمال الصالحات بالقران الكريم. طبعا، عشان هو مفتوحة، واللي عم عشان أنت ممكن ستادي تعملي شيء صالح غير أنا بعمله. فما هو انه نسال حالنا انه انا شو عم بعمل عمل صالح، يعني لانه يعني طب امنت انا، بس العمل الصالح شو هو، شو عم ساوي انا، يعني بالضبط. لانه كثير مذكوره شو بالقران الكريم الاستخلاف تبعك؟ اللي هو هذه شو الاستخلاف تبعك؟ ما عشان هيك لما احنا للاسف اي حدا من الموروث بيجي بيناقشك بيقول لك طب شو هو الصالحات؟ انت مش محدد لي اياها، بروح ارجع نفس مثال البقره، قال ذبحوا بقره، اي بقره كانت تفي بالغرض. اعمل من الصالحات اي شيء انت فيه خير، عم بتساعد ناس فيه، عم بتزيد خيرات وبتزيد وعي، هذا صالح. فاذا انت مثلا عم تعملي صيدليه الكتب، عمل صالح، خير هدفها خير، عمل صالح. بتساعدي ناس، تتصدقي، عمل صالح. بتصلي وتدعمي الناس، عمل صالح. اصحابك بصحباتك بيزعلوا بدهم مساعده، بتساعديهم، عمل صالح. كل حياتنا اعمال صالحه نستغلها. عادي ميزان رح يصير باخر هذا، قديش انا عملت عمل صالح بالعمل السيء. تمام. طب يعني نوقف هدول الاشياء اللي هي وندخل بالقضاء والقدر. يعني احنا بنحكي عن القضاء والقدر مشان نوصل للتخيير والتسيير. شو الفرق بين القضاء والقدر؟ مشان نسأل سؤال عم يصير هلا. خلينا ناخذها بالمصطلح الخارجي. هلا زي ما حكينا انه مش معظم يعني مو كل المفردات اللي احنا بنتعامل فيها بمجتمعنا الحالي هي خارج القرآن، لا بعضها بيطابق القرآن. فانا عشان هيك بحب اجيب امثله من خارج القرآن على القرآن، بس بالقرآن بيحكيها نفسها كمعنى عشان ما نكون عم نتجاوز. لما نحكي القاضي، القضاء شيء، اعطاك قضاء، خلص قضى الامر انه هذا مذنب او غير مذنب. هل في رجوع عن القرار؟ لا. ممتاز، معناها القرار صار موجود. يعني القضاء بطل في خيار، خلص بطل في عندكم خيارات. وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أو من أمرهم في أمر الناس، الآية بالضبط. بس فإنه القضاء معناها ربنا خلص حكم الموضوع. يعني الإنسان خلص ربنا أخذ مثلا توفاه، أخذ روحه طلعها، هذا معناها قضاء. أوكي. لكن هذا قضى الشيء، خلص انتهى، انهى عليه، يعني ما فيه رجوع، انفصل بشكل كامل عنه، يعني اساس بشكل قوي. تمام. هلا القدر هو من تقدير الشيء، من احتمالات الشيء، وما قدر الله حق قدره. تمام. ان انزلناه في ليله القدر. القدر هو الشيء اللي احنا طبعا باش نكون واضحين، بالقران ما في شيء اسمه الايمان بالقدر. تمام. هذا اضافه من التراث كان لنا او الموروث. القدر هو مجموعة الاحتمالات اللي احنا بنتعامل معاها في حياتنا، وممكن تكون هي 10 وانا بنقي اختيار فيها. لما درست لنا انه هي كذاتها كذات القضاء، انه القدر هو شيء محتوم عليك. هذا الحكي غير صحيح. يعني لو احكي لك، انا دائما اعطي مثال بسيط. واحد ضربته سيارة، عنده خيارات، يا انه يضل يقرر انا ما بدي اروح مع المستشفى، او بدي اروح على المستشفى. تمام. وبده اتعالج انا عندي، او بدي اروح على البيت واتعالج، او بدي اتعالج بالاعشاب. ماشي، اعطانا لهنا هدول، احنا ربنا قدر الاحتمالات كلها عليه. هو قرر يروح على المستشفى من خلال اختيارات ثانيه، 4 اختيارات: يا انه يعيش، يا انه يتداوى طب، يا انه يروح تشوف دكتور ثاني. فالقدر هو عباره عن مجموعه احتمالات راح تضلها تتفاعل مع الانسان ونقي يختار منها. هذا هو القدر. وهو غير مكتوب، يعني مش غير مكتوب، غير ثابت. يعني مش انه احنا غير حتمي. انا اضبط الكلمه، غير حتمي. يعني انا مثلا انت جيت لك تحكي مع شيماء، تقول لها شيماء شوفي، اذا بتدرسي وبتنجحي راح ادخلك جامعه، بس عندك هدول ال3 جامعات وكتبتيهم على ورقه، وقلتي لها اذا ما درستي راح اشغلك شغل وعندك هدول خيارات بالشغل، وكتبتيهم على ورقه، ورحتي عند شيماء حكيتي لها شيماء خذي هاي الخيارات عندك، انت كتبتيهم مكتوبين كلهم، هل انت اجبرتيها على شيء؟ لا، صح، ما في اجبار. هل كان في حتمي هي تختار اي واحد منهم انت بالنسبه لك؟ لا. ما في. ما يعني حتمتي عليها شيء او اجبرتيها على شيء معين. ممتاز. معناها انت كتبتي الخيارات، قدرتي جميع الخيارات، صحيح، وقدرتي نتائج الخيارات وكتبتيها واعطيتيها اياها.
فمعناها هي كان عندها مجال انها تختار منهم وتوصل لنتيجه من النتائج اللي حطيتيها. اذا انت وافقتي، يعني هي راح تختار تقول لك انا ما بدي ادرس، تقول لي لا بدك تدرسي، بتحاولوا مع بعض. انا او لا قضاء، بدك. هون صار في قضاء، يعني ايوه انا بالضبط، لما انت قضيت. عليه او فلوس. صح اه. صح. عشان هيك ربنا شو هيك بيحكي لك، فاحنا الله خلقنا، كتب حياتنا، كتب لنا الخيارات كلياتها واحتمالات نتائج الخيارات تبعتنا، بس ترك لنا حريه الاختيار لا تتعارض. زي ما احنا شيماء بتقدر تختار، انا بقدر اختار من اللي ربنا كتبهم، فاختار الباث نمبر 2، الخيار الثاني. فاذا ربنا وافق على اختياري وحكى لي طيب انا موافق، فاصبح توفيق من الله، وقتها يقضي في النتيجه اللي انا بدي اوصلها. ممكن ربنا يرفض الاحتمال اللي انا اخذته ويوجهني لخيار ثاني. تمام. هذا ضل عندي حريه اختيار، انا اخترت وجربت، ما بس لغالي. بس النتيجه عند ربنا اصلا، ما هي انا مش ما بتحكم بالنتائج اساسا. ف فخلينا نعطيها مثال على الموت. ربنا بيحكي وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره الا في كتاب. يعني الانسان بيزيد عمره بنقص اذا دار باله على حاله، اذا انت ما بتلعب رياضه، ما بتاكل اكل نظيف، عمرك رح يقصر بالضروره، لانه انت اخذت احتمال عدم رعايه جسدك ونفسك. لكن ممكن الله يقضي وانت عم تاخذ وبتعمل هاي الشغله، يقضي وليس قدر، يقضي انك انت توفاك بحادثه معينه، خلص قضاء من الله. لكن احنا عندنا مجموعه الاسباب وسنن كونيه بنقدر ناخذ، وحاقول لك كمان المكتوب الاحتمالات كلياتها الله بيقدر يلغيها كلها ويحط احتمالات جديده، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندهم الكتاب، عنده المصدر. فاحنا مفهومنا غلط كان كثير للقضاء والقدر، انه شيء محتوم عليك انت ما بتقدر تهرب منه. غير صحيح. انت عندك خيارات تقدر تاخذ منها، الشيء الوحيد اللي ما بتقدر تهرب منه انه الله يقضي شيء معين، خلاص انت ما عندك خيار. وصلت الفكره؟ انا وصلت، بس انا ضليتني عند السياره اللي انطرقت، بس بدي يعني ارجع هون اخر شيء، انه يمحو الله. هلا ما ما كان رب العالمين، يعني حبيبي رب العالمين، ما كان رب العالمين بيقدر يمحو اللي عم يصير على اهل غزه؟ طبعا هذا طبعا هذا اكيد. هذا بس قضاء من عنده، يعني عرفت؟ بس يعني سؤال، هم اختاروا انه يحملوا السلاح وانهم يقاوموا. سؤال لا، لا. اه. ربنا قضى يكون في ابتلاء، مم. لكن في اختيار نوع معين انهم مثلا ما خرجوا من غزه على سبيل المثال، ضلهم على الارض متمسكين بهذا المبدا، وهذا مبدا جميل، ما بقول لك انه هو مبدا خاطئ. بس ربنا حكى اذا انت بدك تقاوم وانت مآمن بالفكره هذه، عندك رخصه انك تقاتل. صح، اذن الذين اخرجوا من ديارهم انهم ظلموا، عم الله هذول عم بخرجوهم من ديارهم، فالله اذنهم انهم ظلموا ولازم يقاتلوا، او اعطاهم قدره بس ايش القتال هو كره لكم. بس انا بقدر اقول لك، يعني اذا انا بدي اخذ فكره اللي انت حكيتيه هلا، بدي اقدر اقول لك طب ما هو الله كان بيقدر يخلق ارض بكلها سلام، بقول لك بيقدر، اكيد بيقدر. احنا ما عم بنناقش قدره الله، ما عم بنناقش انه هو قدير على هاي الشغله ولا عم بنناقش علمه. احنا عم بنناقش احنا بحياتنا بالسنن الكونيه اللي عنا، هل في خيارات؟ نعم. هل في عنا اقدار مختلفه وكان نقدر ناخذ باثس مختلفه؟ نعم. لكن اللي بدي اقول لك اياه انه هذا دائما على المستوى الفردي، دائما عقاب الدنيا، عقاب الدنيا عقاب جماعي، عقاب الاخره عقاب فردي. فاللي احنا عم بيصير معانا بالارض هلا على مستوى غزه والامم العربيه هو عقاب جماعي وليس عقاب فردي. عشان هيك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اللي ربنا عم بياخذ روحه من هالشهداء اللي بيجننوا الاطفال المساكين واولادنا واخواننا وابهاتنا وامهاتنا الموجودين في فلسطين هلا حاليا، هدول عند ربنا، وعندنا عند ربنا احسن من عنا اكيد. بشكل عام احسن من الحياه اللي هم عايشينها بغزه بالذات، اللي كان 17 سنه الماساه اللي كانت موجود فيها، عم بتخوتوا علينا بكذبوا علينا انه كانت بعد 17 هي المشكله كانت يعني. فلا، احنا عم نحكي ان هم عندهم خياراتهم، لكن العقاب هو عقاب جماعي لمجتمعاتنا، اذا بده يكون عقاب او يكون ابتلاء ليمتحن منهم. وطبعا شوفي قديش هم نجحوا بالاختبار، تمام. يطلع اهل غزه قديش ناجحين. يعني صدقا انا ما بعرف اذا انا كنت بهذاك الموقف انا اقدر اوصل شيء بسيط من اللي هم عم بيفرجوني اياه، مستحيل. جد انا بحكي بنظر من ورا شاشه، بس ال الايمان الحقيقي والقوه الحقيقيه اللي هم طلعوها احسن ما انا بقدر اقدمه باليوم مره. دروس إلنا صراحة صراحة. كثير طبعا. آه. فعشان هيك بقدر، انا ما عم بحكي انه هو ما بقدر، الله بيقدر يشيل كل شيء طبعا، بيقدر يرفع الظلم، بس هو رحمن عم بيعطي لكل انسان مجال يرجع. ممكن يكون هم في اختلاف فكري صار عندهم معين، صار ادى لابتلاء معين، الله اعلم، ربنا اعلم بهي الشغله. لكن اللي انا بقدر اعرفه انه هم مظلومين،
وأنا لازم أحاول قد ما أقدر أرفع الظلم وأقاتل معاهم، أقاتل فكريا وإعلاميا وكل شيء اللي بقدر أسويه لازم أوجهه لإلهم. طبعا مش بس هم، كل حدا مظلوم في الأرض. هلا يعني ارجع على السياره، انه لما انه عمل حادث بالسياره كمان هذا قضاء من رب العالمين. هو يعني رب العالمين قضى بس هو كان قبله، هذا اللي بقول لك إياه. اخر. اتس يعني هي تشين. اه يعني في سلسلة. يعني هو الشخص اللي ضرب حادث بالسيارة كان قبلها ماخذ خيار يطلع بالسيارة. فهمتي كيف؟ لأنه كان ممكن يطلع بسكليت أو يطلع من طريق تانية. وصل؟ فمعناها هو أخذ خيار سابق. الخيار السابق ربنا قضى فيه إنه هذا الخيار هيك نهايته. تمام. فهي بتضلها تشين، يعني سلسله، حدث هيك حدث، وبضلها يسموها النظريه البترفلاي افكت، تاثير الفراشه. انه ممكن فراشه بالصين نزلت على محل سوت لي زلزال بكاليفورنيا. ليه؟ لانه ممكن هذيك الفراشه لما نزلت اجى عليها إشي اكلها، لما اجى اكلها صار في مجموعه حيوانات تعيش بهذيك المنطقه، بطل في عباره عن نباتات معينه، هذيك النباتات خلخلت الصخور، هاي الصخور غيرت الصخور التكتونيه، هاي التكتونيه تحركت عملت لي الزلزال بكاليفورنيا. يعني يعني بدنا نتبع الاسباب ما بنخلص. يعني هلا هو نحن يعني نحن يعني بشر هيك عاديين، يعني نحن لما انه هيك قضاء الله، يعني بس بدنا نصبر حالنا انه اكيد في له حكمه من وراها. طبعا. ونتغير. ما هو يعني شوفي القلب اللي بيضله ثابت على فكره معينه بتحجر، بتسكر كلياته. يعني بتصفي انت اذا بدك توصلي له للنبض الحقيقي لازم تكسري اللي فوق. و- وهذا الكسر الحجر اللي فوق لازم يكون يجي من بين او سفرنج، ما بيجي من حب ولطف. حب ولطف ما بيقدر يكسر الحجر. لازم يجي إشي يوعي الإنسان. فالإنسان اللي قلبه متحجر للأسف ربنا راح يبتليه بشغلات معينة اللي تقدر توعي له إياها. فإحنا هيك صار فينا، إحنا مجتمعاتنا قديش صرنا بندعي، قديش صرنا بنصلي وبنصوم وبنساعد، وهذا ما عم نقدر نغير حالتنا كمجتمعات لأننا يعني أبعدنا أنفسنا عن أسس الاستخلاف الحقيقي في الأرض. بعدنا عن العلم، بعدنا عن الاستخلاف، إنه إحنا كيف نقدر نكون عن جد نبني مجتمعاتنا بالشكل الصحيح. ما عم ناخذ هذول الشغلات. مين اخذهم؟ هم. فهم طوروا بحالهم، حطوا استراتيجيه وحطوا خطط واشتغلوا وتآمروا وعملوا لوبينج واشتغلوا مع دول ثانيه وعملوا اتفاقيات، عملوا كل هالشغلات، بس احنا ما عم نعمل شيء. فربنا بقول لك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا بانفسهم. ايش غيرتوا حالكم يا عرب يا مسلمين؟ ولا شيء. والله انا عم بصلي وبصوم. امبارح بتطلع شيء حلو، 2.5 مليون معتمر في عنا احنا بالعمره وسكروا مش قادرين يدخلوا جوا. طب هذول 2 مليون ونص لو انه حطوا جهد تبعهم يغيروا ما فينا احنا كمجتمع بيوم واحد، ما مجتمع انساني حقيقي، كان حلينا مشاكل الفقر، كان حلينا مشاكل يعني كل اللي موجود حوالينا كله انحل. 1.5 مليون شخص بيوم واحد. بس شوفوا وين الافورت رايح، شوفوا وين القوه كلها رايحه. اللهم نفسي، انا بدي اعتمر، انا بدي احج، انا بدي اصلي، انا بدي اصوم فردي. اللي هي مفهوم العباده، انه انا مثلا عبدت، يعني او مثلا انا اللي هي مو اللي هي يعني البروسيس تبعت انه العباده هي فقط هيك، انه عمره وصلاه وزكاه وحج. هي طبعا. لا، وهي مش هيك. لا وهي مش هيك. طب امتى عاملة صالحة، بدك تعمل صالح، بدك تعمل منيح بحياتك، بدك تستخلف بالأرض. خذ الأسباب. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. بنقراها كل جمعة عشان هي توعينا هاي الصورة. هل وعدنا؟ سورة الكهف. هل وعدنا كيف نقدر نكون زي ذو القرنين؟ ذو القرنين إيش قدر؟ يجي مسك الحديد وحط عليه نحاس عشان يضله يجمد. طب هذا علم، هذا علم، هذا كان ما كان يقدر يوصل إذا هو مش واصل العلم. طب كيف قدر يوصل يتنقل بين هالدول هدول كلياتهم؟ علم. طب احنا شو السيارات اللي عم نصنعها، شو الطيارات اللي عم نصنعها، شو الصواريخ اللي عم نصنعها، شو الاكتشافات العلمية اللي احنا عم ناخذها بنحطها بدولنا او عم بيكون فيها دعم بدولنا بدل ما نروح نعطيها برا. اهل غزه عملوا، يعني اهل غزه من الله شيء طبعا. اسلحه. طبعا. عم لو بيحاولوا، عندهم شيء عملوا فرن غاز، وعملوا زبطوا طنجره، عم وعملوا بيحاولوا بقول لك بس مستضعفين. مستضعفين. قد ما يحاول من ولا شيء عم بيحاول يطلع، بس عم بيبدع. فعشان هيك بقول لك الايمان اللي عندهم غير عن الايمان اللي عندنا تماما. السؤال الكبير، يعني هو يعني جاوبت غيث، بس خلينا بدنا نرجع نحن هيك مشان تلقمنا اياها بالمعلقه مثل ما قلت لك. هل انا مخير ام مسير؟ يعني الانسان مخير فيما يعلم. اه تفضل كمل. لانه
بنقول انه والله هيك بده رب العالمين، يعني عرفت شلون؟ انه رب اوكي. العالمين اراد اني اكذب، رب العالمين اراد، يعني عرفت؟ الإمام يعني اراد. الغزالي حلها. اه اه حلها زمان. ايوه الله الإنسان يبارك. مخير فيما يعلم ومسير فيما لا يعلم. وأنا مهم. دائما بعطي عليها مثال الإجهاض. مهم. باللحظة اللي الأم صار عندها قدرة إنها تفهم إنه هي حامل، صار عندها خيار إنها تجهض أو لا. وباللحظة اللي صار عندنا أدوات علمية اللي تسمح الإجهاض في البطن أو بعد الخلفة، صار عندها خيار إنها تجهض ولا ما تجهض بهاي الأداة أو بهديك الأداة. فدائما الإنسان بتكشف الخيارات تبعته، تتكشف الخيارات تبعته بما يزداد عنده من علم. وهذا اللي عم بقول لك إياه. خياراتنا رح تضلها إنه إحنا بس نحاول ندعم أهل غزة بفلوس وبأكل وبدعاء، وما رح يكون عندنا خيارات إنه عن جد نقدر ندعمهم ونحييهم، لأنه مهم. علمنا قليل، ما أخذنا بالأسباب. فلازم إذا أنت بدك تزيد خياراتك في هذه الحياة وبالتالي يزيد تكليفك، وأنت عن جد بتكون تحقق استخلاف حقيقي، لازم تاخذ في أسس العلم. شو العلم اللي بدي اخذه يا غيث؟ كل شيء. علم الفيزياء، كيمياء، مهم. احياء. بس لازم اعرف اوجهه بطاقة صحيحة للمكان الصح. مش كل واحد فينا والله انا صرت عالم فانا ايجو فانا بزيد وانا بدي اروح ابيعها واخذ عليها فلوس زي ما هم عملوا، يعني احتكروا هاي الشغله بهاي الطريقة للاسف. مهم. في ناس هلا من استر الناس من الاردن ومن الدول العربية بيطلعوا برا بيبدعوا برا، بس برضه ما هي جهتين، لانه في حاضنة لهم هناك عم تسمح انه تاخذ هاي الشغلات لهم يستفيدوا منها. في واحد بعرفه، شركتين بعرفهم جوجل اخذتهم. طب جوجل مين عم تروح تخدم بيوم من الايام؟ احنا ولا هم؟ لا. طبعا طبعا. طبعا. فعشان هيك احنا بس بتيجي هون بقول لك ما بيحاولوا، يعني بيحاولوا كثير الناس بعرفهم بيحاولوا ينتج شيء بالعلم، يستخلف شيء هون بالعلم، لكن ما في نتيجة عشان ما في حاضنة لهم حقيقية عم تقدر تساعدهم. مهم. فلازم احنا برضو ننظم حالنا كمجتمعات مهم. وليس فقط كأفراد. فعشان هيك تغيير لازم يكون بالأفراد وبالمجتمعات. مهم. كتير حلوة الجملة، رجع عدلنا إياها. ايوه. واحدة. مخير فيما أعلم. الإنسان مخير فيما يعلم، تمام. مخير فيما يعلم ومسير فيما لا يعلم. تمام. يعني هاي الجملة ذكرتني، أنا يعني للأسف مو مثلك ما شاء الله عليك بتحفظ الآيات، بس حتى المغفرة من رب العالمين، يعني في آية إنه أنا بغفر فيما لا تعلم، يعني إذا أنت أذنبت ذنب وأنت امم. ما بتعرف إنه هذا ذنب، يعني اه. بيقول أنا رب العالمين غفور رحيم. الآية جدا واضحة غيث، إنه أنا غفور بذنب بما ما تعلم. تعلمون وما لا ما تعلم تعلمون. هو هذا. مم. طب هل الدعاء يغير القدر؟ ما هو شوف شو الجملة اللي حكيتيها، دعاء يغير القدر. ما احنا حكينا القدر أصلا مش ثابت. أها. فالسؤال لازم يكون هل الدعاء يغير القضاء؟ يغير القضاء، أوكي صح. معناها ربنا أعطانا احتمال إنه يكون في عنا دعاء ممكن يغير النتائج. طبعا مم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. مم. والعلم، استخدامنا للعلم بغير النتائج. طبعا. مم. يعني مثلا القضاء، انه رب العالمين قضى على فلان وفلانه ما يكون عندهم اولاد، حاولوا كذا سنه، بعدين من الدعاء رب العالمين اراد لهم انه يصير عندهم. الدعاء يغير القضاء، طبعا هو الدارج ممكن يغير نتيجة. القدر، هو الدارج، يعني شوف شايف مزبوط، مثل ما انا بدون ما اشعر الدعاء يغير القدر، هو يغير ما القضاء. بقول لك انزرعت بمخنا، لا وبنآمن بنحطها من أركان الإيمان، مش موجودة بالقرآن. اه الإيمان بالقدر، شو الإيمان خيره أو شره؟ كيف يعني قدر؟ من وين جبتوها؟ اه ما لها علاقة بالقرآن. اه القرآن وما اه, قدر الله حق قدره شيء ثاني هذا. آه. وصلتني من يومين الوالده بعثت ادعيه، بتعرف هلا الدنيا امم. ادعيه ثابته عن الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. الادعيه كلياتها هي من القران الكريم، يعني كل الادعيه اللي محطوطه اظن 10 او 12 هي من القران الكريم. فانت يعني تذكرتك انه تخيل حتى يعني انه حتى الدعاء تبع القران الكريم لما حكوا عنه، يعني حبيبنا رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يعني بس إنه حتى لما عم يحطوا يعني اللي هن هدول الصور إنه أدعية من القرآن الكريم، يعني نسبوها للرسول عليه الصلاة والسلام بدون ما يشعروا. يعني آه. بدي أسأل، شو أحلى دعاء أو أكثر دعاء أنت يعني من القرآن الكريم بتضلك تعيده أو هيك بيريح لك قلبك؟ دعائين. دائما أنا بالشغل صراحة دائما بدعي تبع سيدنا موسى، ويا مثلا هيك بدخل بنقاش أو هذا: أها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
دائما هذا بدعي، دائما دائما يعني أكثر إشي. والثاني توفني مسلما والحقني بالصالحين تبع سيدنا يوسف. والله حلوين. هنالك الملك ربي ادخلنا مدخل صدق واخرجنا هذا لإلك شكل. هذا ادخلني مدخل صدق. أيوة. انا هيك ربي قد علمتني من تأويل الأحاديث. آه. هذا يا الله جميل. هي كتير خطيرة قصة يعني التخيير والتسيير، اللي هي يمكن كمان تدخل بالتوكل والتواكل. أكيد. هو أنا أقول لك يعني أنا ببحثي، وهذا بحث ممكن يكون خاطئ، آه، لما ترجعي بالتاريخ الإسلامي اللي هو غير يقيني تكتشفي إنه صار في نقاشات بين ذكري تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت. وكان أبو حامد الغزالي كان بيحكي إنه إيش، إنه يعني شوي اللي أنا فهمته على الأقل، شنو في هذيك مرة كنت نقاش مع شخص قال لي لا مش هيك كان قصدهم، قلت له ما بعرف الله أعلم، بس انه بيلغي السببيه. يعني انه مثلا الالم هو الم عشان مش انه الم عشان ربنا قبل يكون الم، هو ممكن يكون سيف بايدك. فانه الاشياء ليست كما هي لانه الاسباب موجوده، ربنا اللي هيك بده اياها. فهي شوي لغت مفهوم السببيه. فصفى الانسان بقول لك طب انا ليش اتعب حالي واشتغل؟ اذا انا بدي اخترع سياره كان الله بده يعني اخترع سياره، فانا ما راح اروح اتعب حالي واشتغل على السياره. تمام. فصفى عندي انا نوع من انه تواكل. انه خلص حتى انا ما عندي تاثير على المجتمع، ما بقدرش اثر، خلص اللي ربنا بده اياه راح يصير. دخلت مفهوم المكتوب ومفهوم المحكم المحتوم من المكتوب، بطلنا نشتغل. وهذا اللي صاير بمجتمعاتنا، وهذا اللي لغته احداث غزه. صح. يعني غزه يعني حاولوا قدر، يعني حاولوا انه لا نحن ما بدنا نتوكل، يعني نحن نتوكل على حالنا، نتوكل على رب العالمين اللي هو انه مو الله كتب علينا. يعني كثير مهمه هاي القصه، انه الفرق بين التوكل والتواكل، انه تواكل. انا اعمل. انا دائما بحكي الجمله بحبها من النابلسي: خذ بالاسباب وكانها كل شيء، وتوكل على الله كانها لا شيء. هيك انا هذا يعني هيك بعمل في حياتي انا، يعني انه اللي دائما بحاول اعمله انه اخذ بالاسباب، افهم العلم، اخذ الاشي العلمي واطابقه مع القرآن وامشي فيه. اذا كان خير ربنا خلص كان قدر لي فيه، وليس الانسان الا ما سعى. وبتوكل على ربنا انه ربنا ممشيها ولا لا. بس هي مش موضوع التوكل، انا بقول لك عم بعاني منه صعب، لازم اذكر حالي يعني. في آيات معينة أو صورة محورها القضاء والقدر أو التخيير والتسيير؟ في سورة يونس، أنا ما حكيتها من قبل. سورة يونس المحور تبعها أن الضر والنفع هو من الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الأنبياء إنه زي ما حكيت لك المرة الماضية، إنه الأشياء اللي بتتغير من القوانين الكونية بالدعاء موجودة بسورة الأنبياء. أما بسورة يونس دائما تحكي لك عن الضر والنفع، يعني انتبهوا عليه لما تقرؤوها، رتبوا دائما ضرا ونفعا ضرا ونفعا ضرا ونفعا، وفيها عن الدعاء كلياتها، وبتفرجيك الأمثلة إنه كل القصص اللي موجودة إيش الإشي اللي الله من النفع هذا بآخر شيء راح يجي من ربنا، قد ما تحاول رفع من ربنا، والضر من ربنا. بس أنت لازم تشتغل بالأسباب اللي هي يعني ما بك من حسنة فمن الله، ومن سيئة ما بك من سيئة فمن نفسك. هي الآية أنا لما قرأتها قلت هي تنطبق على غيث. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا هيك ملاقيتك إن شاء الله. طيب بدي أسأل غيث، هلا رحلة التدبر، هلا أنت يعني تدبرت وما زلت، هل برأيك وصلتك يعني للغاية العظمى الموجودة بآيات القرآن الحكيم؟ ما بعرف يعني إذا في غاية عظمى. أنا بشوف إنه القرآن هو أسلوب حياة، فما في إشي بوصل له. يعني مش دائما بيحكوا لك الفكرة مش بالنتيجة، الفكرة بالجيرني، بالرحلة. فأنا بشوف إنه القرآن أصلا رح يضله يتكشف مع الإنسان كل ما يكبر، فهو رفيق حياة أكثر من أي إشي تاني. ما بعظن يعني الغاية العظمى. أنا بقول لك إنه أنا بشوفه إنه هو ينظم لي حياتي للأحسن، وأكون أنا عن جد أخذه ككتالوج الحياة، كيف بدي أعيش روحانيا ونفسيا وجسديا. فهذا اللي بحاول أعمله. هل بقدر أوصلها؟ ما أظن في إنسان بيقدر يوصلها على وجه الأرض، شنو أصلا القرآن راح هو متغير. في مثال بجوز حكيته من قبل، إنه القرآن زي البحر، هو موجات، راح تضل هالموجات تيجي، وإحنا راح نضلنا نتفاعل معه حسب كل موجة.
والوعي تبعنا عم بيتغير، فبالضرورة إنه الموجة لما تيجي بوعي جديد راح أقدر أشوفها بطريقة تانية. ف... فما عمره راح يظل هو يعني، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، راح يظل هو لا ينضب، راح يضلها تيجي وضلني أتفاعل معاها ويضل يطلع عندي أفكار جديدة وأسلوب حياة جديد، ويكون إن شاء الله للأحسن. فيعني حتى الممات إن شاء الله، يعني رب عشان هيك بقول لك توفني مسلما، يعني أنت ما بتعرفيش ممكن يجي لك موجة الإنسان يضيع منها. صح. وإن شاء الله يا رب ما يختبرنا، أنا يعني ما أبتلى فيها هيك أوصل هيك شغلة، الله. بس إنه نوصل لمرحلة إنه عن جد توفني مسلمة والحقني بالصالحين. هو يعني هو تعليق بجوز يعني بسيط، انه اوقات يعني مو بس صورة آية يعني واحدة بتقرأها انت اليوم، بترجع بتقرأها بكرة بتشوف فيها معنى مختلف، او بتلامس روحك يعني، او هي بتكون رسالة او رد على شيء. يعني هي يوميا او حتى كل شوي، يعني انت ممكن الآية الواحدة تعطيك معنى يغير صح. لك حياتك. ورد. ورد مش حكوا ورد. ورد. ورد رح يضلوا يجي لك منها، يعني حتى كلمة واحدة نبع لا ينتهي. على سيرة أسلوب الحياة اللي حكيتها، لما اتفقنا على اللقاء، اقترحت عنوان الحياة في سبيل الله. وقت يعني أنا غيرت هيك شوي مشان إنه نخليهم عامين أكثر شوي. شو الحياة في سبيل الله؟ كيف غيث يرى الحياة في سبيل الله غيث؟ المحرمات كلها أتت عشان تنظم حياة الناس، وأتت نتيجة تفاعل الإنسان مع الوسط المحيط فيه والمجتمعات والأفراد التانيين. فمعناها إنه الدين والمحرمات أتت لتنظيم حياتنا لنعيش حياة منيحة. ليش عندك ومن قتل نفسا بغير نفس وفساد الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا؟ ما طلب منك تقاتلي، بالعكس عم بيحاول يبعدك، لأنه الأساس ربنا لما أعطانا نفخة الروح صفى في عنا قدرة على الاستخلاف في هذا الأرض. فإذا أنا بدي أستخلف هل لازم أستخلف بالموت ولا في الحياة؟ بالأرض، بالحياة. إذا أنا بدي أعيش حياة منيحة، بدي أطول بعمري، لازم أبعد عن الشغلات اللي بتسبب الأمراض لإلي. صح؟ حرمت عليكم ميتة ودم ولحم الخنزير. الخمر والميسر مش بتأثر العمر وبتخلي الناس يتهاوشوا مع بعض ويوقع بينكم العداوة والبغضاء. صح؟ الشيطان رجس من عمل الشيطان. صح؟ صح. حلو. معناها المحرمات اللي ربنا عم بيجيبها هي عشان حفظ النوع الإنساني وليس لقتل. طب امتى بده يصير عندي قتل؟ هم درسونا الموت في سبيل الله. الموت فيش موت في سبيل الله في القرآن. الموت في سبيل الله جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قلنا الجهاد هو بذل الجهد بنفسي، أنا هلا عم بذل جهد وأنت عم تبذل جهد. لكن القتال كتب عليكم، كتب مش من ربنا، كتب من ظروف الحياة، إنه في ناس رح يتدافعوا زي ما عم بتدافعوا علينا هلا وهو كره لكم. ما بتكرهوا النفس عشان هذا حقيقي، احنا مش المفروض نقاتل. فمعناه أنا مجبور فقط إجبارا إنه أقاتل عشان أحمي النفس البشرية. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض. معناها أنت حتى قتالك لازم عشان تحمي. هذيك مرة جابوا مقابلة مع واحد من غزة بيقولوا ما إحنا بنحب الحياة، أنا ما بدي أموت، ليه عم نقتل بعض؟ فإحنا أساسنا نعيش، مش أساسنا نموت والسبيل الله وروح أنا. لا، هذا الفكر خاطئ، هذا غلط، هذا بعيد عن القرآن. جيب لي آية بتقول لك اقتل أنفسك، اقتل نفسك في سبيل الله. كل انت جاي تعيش، انت جاي تحقق رسالة الاستخلاف، بدك تعيش. عشان اقدر احققها لازم اعيش. الدين اجى ينظم. ما بدي اسرع عشان ما اعتدي على غيري، عشان ما يصير في قتل بيناتنا. ما بدي ما بدي انا والله اقتل اولادي من خشيه املاق، ما بدي اكذب عشان ما يصير مشاكل. فانا كل المحرمات الاسس الصراط المستقيم بسوره الانعام وباقي القران اتت عشان تنظم حياتي اعيشها، مش عشان تنظم حياتي اموت. في حالة واحدة رد الاعتداء، لما يصير عندي اعتداء بصير عندي القتال وهو كره لنا، عشان أقدر يكون الدين كله لله، يرجع نفس المرجعية الصحيحة اللي هي الإيمان والقيام، عشان يصيروا يفهموا إنه أنا بتعايش معك. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعايشوا. بدي أتعايش، أنا مش مفروض أجي ولا أنت غلط وأنت صح وأصير أحكم فيك وأوديك على الجنة. بدي أتعايش بس، هذا هدفي، أتعايش وأستخلف. فالمنظومة مقلوبة، الهرم مش مشقلب مليون مرة هيك ملفوف. أنا جاي أحيي الناس، ومن أحياها
فانت بدك تبعد عن القتل. احنا لا، سووا الدين دموي وسيف وقتال ولازم، والشهاده في سبيل الله لازم اروح اقاتل. بتقاتل اللي بيعتدي عليك مغتصب. اذا انت ما قدرت تقاتله فيزيائيا بتقاتله فيزيائيا. وهذا اللي عم بيصير عندنا بغزه. هدول عندنا قتال واضح، بيكون عندنا قتال جسدي اكيد عم بيقوموا فيه المقاومه. صح، عم بيقوموا في ناس نضاف عم بتقاتل، بتحمي بيتها، بتحمي عرضها، بتحمي الحياه البشريه اللي عندهم. فعشان هيك لما صارت موضوع غزة صار الإنسان شو يحس؟ بكى، زعل، عشانه عم بيشوف النفس البشرية اللي مفروض ربنا مقدسة عند الله عم بيصير فيها هيك من بشر تانيين. فالأصل الحياة في سبيل الله وليس الموت في سبيل الله. نعيش، نعيش مع بعض، نتفاهم، نوعى، نحسن، نشتغل. هذه عسيرة المحرمات. حضرتك حكيت يعني البودكاست اللي قبل الماضي انه هي موجودة بشكل واضح ومفصل في سورة الإسراء عن لا، سورة الأنعام اها فيها بآية 151 ل 153 9 محرمات أساسية. ايوه تمام. اه تمام. هدول التسع محرمات الأساسية اللي هم انتقلوا، هم سموهم الفرقان، هم انتقلوا من الكتب السابقة، الله مخذهم عشان هم نفسهم مع اه تطور المجتمعات. اه لكن في محرمات 5 إضافية أتوا مع سيدنا محمد في رسالته الخاتمة، لأنه المجتمعات اتطورت والوعي اتطور، اللي بنضطر هلا نتعامل مع هدول المحرمات. اها فتفصيل المحرمات التسعة اللي موجودين بسورة الأنعام موجودين تفصيلا، إنه يعني ربنا بقول لك الله بحكم آياته وبعدين بفصلها. اه فهي محكمة في سورة الأنعام، الله مسكر عليها خلاص، ممنوع حدا يغير عليهم هدول. وتفصيلهم إيش يعني موجودين بسورة الإسراء، لأنه سورة الإسراء محورها القرآن، هو معجزة محمد عليه الصلاة والسلام الخالدة. مهم. فلما حكى لك هناك بسورة الأنعام ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، راح يجي واحد يسألني شو يعني بالوالدين إحسانا؟ هل بدي أستنى حدا يشرح لي شو يعني بالوالدين إحسانا؟ لا، بروح على سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. عم بيعطيك إياها، بفصل لك إياها. عشان هيك ربنا هو اللي بفصل، مش حدا تاني بفصل، مش خيث اللي بفصل، الله يفصل. كذلك يبين الله آياته، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يفصل الله آياته ويحكم الله آيات. هذه ربنا هم بالقرآن. الإحكام موجود والتفصيل موجود والتبيان موجود في بالقرآن، بس دوره. بدي ارجع على المحكمات متشابهات، بس بدي اسال على بدي ارجع على الوالدين احسانا، بس بدي اسالك على المحكمات مم. متشابهات. شو المحكمات المتشابهات؟ هو في آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى مم. متشابهات. فيها كثير هاي مم. نقاش. يعني في بقول لك إنه في المحكم مم. وفي غيره متشابه، أو الأخر عايدة على إشي تاني. تمام، يا انهم عايدين على ذات الشيء يا انهم على شيء ثاني، بغض النظر عن المفهوم. آه. بس هي كلمه المحكم، انه لو انا اقرا، انا برايي هيك بشوفها، لما انا بقراه وانت بتقرايه الاثنين راح نفهم نفس الشيء، ما راح يكون عندنا اختلاف في الاستنتاج. يعني اها قل هو الله احد راح نفهمها انا وانت زي ما هذا، لو واحد بعد 1000 اه سنه، صح. واحد قبل 1000 سنه، واحد دكتور نفس، واحد طبيب اطفال، ولا واحد مزارع، ولا اي شيء، راح يفهموهم قل هو الله احد انه الله واحد. مهم. هي محكمه. محكمة لا اوكي. تقتل محكم. صح، لا أها. تشرك بالله محكم. اوكي. صحيح. مم. ال- المتشابه هو لما أنا حسب نظارتي والخلفية تبعتي بتعامل مع القرآن، بتطلع على آية ممكن أتشابه علي، إن البقرة تشابه علينا، تتشابه علي بحدا مع حدا تاني، بس مم. ممكن الاثنين يكون صح. مثال: فليبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله. فلما مم. أنا أمسك آيات الأنعام وأخذها، إذا أنا دكتور بروفيسور بالأحياء بفهم منها أوه هذه إعجاز، عم بيقول لي كيف إنه أنا باخذ السوماتيك سيلز وبغير الجينيتيك كود اللي موجود من الإذن تبع الأنعام عشان أخلق النعجة دولي. مم. بس واحد تاني وقعد بعد 1000 سنة ممكن نكتشف، عشانها تتغير مع مم. الزمن، نكتشف إنه لما يلتك آذان الأنعام بيطلع بشيء جديد، وعم نقدر إحنا نطلع شغلة نطور الإنسان، يصير الإنسان مخلوق زيادة عنده قدرات إضافية. مم. تمام. قبل 1000 سنة فهموها إنه واحد بيقص الأذنين عشان هو عم بالراعي، آه. فتتشابه. لكن ليس فيها أسس الإيمان الحقيقي ولا العقيدة ولا الأخلاق ولا شيء. مم. من الأخلاق محكمة، محرمات محكمة، صفات الله محكمة، ماهية الله محكمة، شو كيف لازم نعبده محكمة. هو محكم موجود انه بدك تكون موصول مع الله، بدك تصوم، بدك تحج، صح، موجودين بالقرآن، مفصلين بالقرآن.
هلا اذا بدك تفصل غير هيك هذا اجى من الموروث او من الاحاديث بنعرضه على القران، اذا ما كان فيك بناخده، انا ما عم بشرك. آه نزل كمان يعني، صار هيك تشوشنا يا حقيبة. آه نزل الكاميرا، أنا برفع حالي شوي. اه آه آه على لا، أمم. ضيعتنا ما ضيعت. آه آه كنت خليني ارجع على بتساليني على الوالدين احسانا. الوالدين احسانا. امم هلا اللافت بالقرآن الكريم بالوالدين احسانا اكثر من مكان. امم يعني نحن بيوصينا على الوالدين طبعا. ودائما احسان، وكمان بيكون قبل منا في ايمان. امم بس ما في اي ذكر لانه شو الاولاد، مو ما في اي ذكر، لا، في للاولاد ولا تقتلوا اولادكم، وفي صح. توصيه للام بسوره البقره اظن، اللي هي على امم انه وفطامه، يعني انه اه كيف راعي طبعا ابنك. فاهم. فليش طيب. ايه التكرار انه بالوالدين احسانا و... والاولاد، يعني نحن ما بيلزم نحن لا نربيكم ولا ندير بالنا عليكم ولا ابدا. اه اولادكم اولاد الحياه، هم اه منكم وليسوا لكم. اه اه الاساس الفكر القراني اه هو صراع الاجيال. م- القران بيطلب صراع الاجيال ولا يرفضه. ايش يعني؟ م- عشان الفكر ما يكون ابائي ومتوارث، بالضروره الابن لازم يعارض الاهل بالضروره، م- لانه اذا صار في تبعيه عمياء وطاعه عمياء صارت قريه، وهي القريه مصيرها الهلاك. وبطل فيه، صار عندنا اللي الفكر اليهودي والنصراني اللي حكينا فيه كمعنى كمفهوم في القرآن اللي حكينا فيه بأول الحلقة. م- الأساس إنه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. وقلنا إنه الشرك إنك تجعل الله شريك، فإذا هم صاروا يحكوا لك أنت بدك تعمل هيك هذا هو الصح، هم جعلوا الله شركاء. هم م- الأهل صاروا يحطوا حالهم شركاء عشان هم عندهم القوة والطاقة والسلطة. م- فربنا بيقول لك ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. الأساس إنك أنت ترفض مش تقبل م- بس. وصاحبهما في الدنيا معروفة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني عم بفهمك انه ما تخسر اخلاقك لما تعرضهم، عرضهم فكريا، م- بس تكون محسن معهم وكويس معهم، عشان انت اللي عندك القدرة والطاقة والسلطة بعدين اللي تغير. اولادك راح يجوا راح تمشوا نفس الحلقة عشان اه يبعدنا عن الابائية. م- ما بده ايانا نمشي بآبائية، بدنا ايانا نعارض فكر الاهل م- عشان ما نصير بدنا هو خاف علينا نصير زي قوم ابراهيم. قوم ابراهيم ما هذه الاصنام التي انتم عليها عاكفون، رحنا احنا صرنا زي قوم ابراهيم. م- لازم يطلع لنا واحد ابراهيم الا من يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، كان امه لحاله فكره شايف انه هو معارض فكر اللي هو موجود عليه. لازم يطلع لنا ابراهيم، م- لازم فكر وعي ابراهيم يطلع عشان يعارض فكر ابوه. شو بيحكي ابوه؟ ساستغفر لك ربي، رحمه. م- لازم يكون م- عندنا هذا الفكر. يعني حتى لو كان الاب عاق، يعني ابوه لابراهيم كافر وعاق، ويعني ساستغفر لك ربي. وقال له وهجرني مليا، ارجمنك، راح ابعدك اطردك من هون واهجرني مليا، اتركني. وانت بدك تكون بالوالدين احسانا، شو ما عملوا لك. بالضبط. م- تقوى. اه شهي التقوى مش الايجو. ها ابوي عمل معي هيك لا بدي انا. احسانا صح. ربنا حكى لك تقوى، اتقي شر ذاتك على م- ابوك وعلى م- امك. هاي تقوى. بدك تصارع جهاد نفس. ما هو شو جهاد النفس؟ م- هذا هو جهاد نفس، بدي اعمل جهد عشان اصارع الاشي اللي عم بيصير ضدي. م- هلا برجع لمفهوم الاحسان، بس بدي اكد انا على قصه المحرمات اللي موجوده سواء بسوره الانعام او تفاصيلها مثل ما حكيت. هي تصب غيث في منظومه الاخلاق، مو طبعا عباده. م- اكيد. م- بس شو بقول لك واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الكذب. اه وبعهد الله اوفوا، كونوا وفي العهد. عفو العام. يعني مو عبادات، لا، يعني المحرمات هي اخلاق تصب في الصراط المستقيم الصراط اكزاكتلي. المستقيم. الصراط المستقيم هو محرم. طبعا ايش بنضاف عليهم؟ الربا، م- حرمت عليكم امهاتكم، برضو علاقات اجتماعيه. م- عشان هيك بقول لك هي اساس المحرمات اتت تنظيم حياتنا. مش سالوك عن الربا. مش ربنا كان برايه خلص انه مثلا، او بعيد عن التشبيه عن ربنا سبحانه، بس انه كان انه والله بدخلهم بدي احط لهم قوانين. لا، م- قوانين سالوك ضروره.
على الربا، سألوك على الربا غيث المرة الماضية بالتعليقات، يعني بعد ما سكرنا، امم وأظن موجودة معنا سوسن. يعني شو ممكن هيك سريعا عن الربا؟ هو هذا كمان هو زي موضوع الخمار او هي الحجاب، انا عايشة دائما معهم. بحاول. هلا اجى سؤال عن الحجاب، بدي اقول للصبيه انه احنا اه جاوبناه بالحلقه الاولى. آه. فالربا، بس الربا هي اللي عم تسال الصديقه سوسن عايشه بامريكا، لانه كمان يعني اوكي، الربا. آه. يعني بحاول دائما اتجنب هذا السؤال اه. عشان رايي فيه وتدبري فيه شوي غريب. اه. انا بشوف انه الربا على الذي ياكله. يعني ايش يعني الربا على الذي ياكله؟ يعني الربا اه. هو الانسان اللي عم بياخذ الفوائد. يعني البنك اذا اخذ فوائد هذا حرام. ال- الانسان اللي اخذ حط مصاريه وعم بياخذ عليهم فوائد هذا لان حرام. ليه؟ انا اخترت. اخترت. وبالدليل ايش كمان عندك؟ انه بقول لكم رؤوس اموالكم، معناها انت صاحب راس المال، فالكابيتال معك. اه. فما دام اوكي. انك انت لكم رؤوس، بعدين فنظرة الى ميسره، معناها انت مداين حدا مش انت المتداين. مم. فهمت كيف؟ عشان هيك هو يربي الصدقات، يعني تصدق اه. بس ما اوكي. تعصب عليهم زياده. فالمنظور تبعها اللي انا شفته حسب ما انا شفته في القران. اه. طيب، دائما مرتبط فيه الانسان الذي ياكل الربا. عشان هيك ربنا احل الله البيع وحرم اه. الربا. ما حكى احل الله البيع والشراء. اه. عشان لما انت تشتري انت عم تاخذ. فانا اوكي. شفتها بالربا، بس لسه تقييد الدراسه عشان ما تاخذوها يعني اه. اه. مرجعيه. اها. اوكي، يعني بصور سوسن سمعتك، يسلموا غيث. م. آه. آه. نحكي عن الإحسان، بما أنه حكينا عن الإحسان هلا، وبسألك سؤال ثاني. الإحسان، شو هو الإحسان؟ كمان آه. الإحسان، يعني أنا هيك، يعني كثير بيوقفني هذا، يعني بحس إنه هي كلمة هيك ربانية من فوق، من رب العالمين، م. ويعني ويا رب نكون محسنين يعني. بس مش كيف في ممكن مش نكون في محسنين؟ جمله بقول لك ان تعبد الله كانك تراه. اها. وان تعبد الله مش تعبد اللي هم الشعائر التعبديه، هو انك انت توجه طاقتك نحو اها. نحو الله. فالاحسان انا برايي بشوفها من احسان حسنه. حسن الشيء الحركة، والساء السين تحديد حركة يعني منفصلة، والنون احتواء. فزي كأنه أنت بدك تتحرك وتتغير بهاي الدنيا وتعرف وين بدك تتجه. تمام. و- وتضلك أنت يعني ترتبط بشغلة معينة أو تحتويها بشغلة معينة. والإحسان في سبيل الله، وإحسان مع الله، وإحسان مع الناس، هو عبارة أنك أنت تعمل الشغلات الخير بطريقة وتوجه كل هاي الطاقة تبعتك نحو يعني الامتلاء، نحكي الذاتي والمتصل مع الله. فعشان هيك بتشوفي سورة يوسف انه كان كل ما كان ينظلم كان محسن، ما كان يظلم غيره. كان دائما يوجه كل طاقته لخدمة الناس، لخدمة هذا، ان الله يعني صح لا يضيع اجر المحسنين. سيدنا موسى نفس الشيء، كان يضيع، كان يحط طاقته وين؟ ما يضيع طاقته، يحطها طاقته في خدمة الناس، كان يروح يساعد البنتين. فكان انه الاحسان انك انت دائما تاخذ كل هاي الطاقه والحركه اللي انت عندك تعيش حياتك تساعد هالبشر. فاللي بيشتغلوا بالان جي اوز، واللي بيساعدوا مرضى السرطان، واللي بيساعدوا عن اي ناس تانيين، هدول بيشتغلوا اي انسان بيساعد ناس تاني هذا عم بيحسن. الحلقة الأخيرة اللي نزلت الجيولوجيا والقرآن، أنت يعني حبيت مو تغير مفهوم الإعجاز، بس هيك حبيت توضحه من وجهة نظرك، إنه الإعجاز شلون أنت ملاقيه هلأ حاليا بالقرآن الكريم غيث؟ انا بشوف انه هو عباره، يعني اللي بسميه التفسير العلمي او الهدى العلمي، ما بدي اسميه اعجاز مم. علمي، لانه كل كلام الله معجز اصلا. يعني مم. البشر انه ياتوا بمثله. بس هو انه احنا نستخدمه عشان شوي تم استهلاك الكلمة، فهو اشارات هدى علمي. يعني انا لما امسك العلم او اسقطه على القرآن بفعله مع الواقع، هذا تفسير علمي وهذا له دلالة. الاعجاز كفكرة هو انه ان هذا القرآن لا يحتوي خطأ علمي. جزء منه انه في تفسير علمي، في آية عم تعطيني هذا الدليل، هذا تفسير انا بفسرها علميا. مم. ممكن يكون تفسيري خطأ والقرآن يعلو على هذا التفسير. مم. طيب. آه. إلا من بدك. أتى الله بقلب سليم، امم جاء الله بقلب سليم. خلينا نحكي عن قلب سليم، وبعدين بدنا ننقل على قلب آخر. القلب السليم كيف أنت شايفه غيث من خلال تدبرك؟ هو الذي يبحث عن الله دائما، حنيفا مسلما، يبحث عن الله، بضله يظبط الاتجاه كل ما انحرفت البوصلة. يضله يرجع ويكون هو صاحي واعي. يعني دائما كان في مرة هيك موقف صار، انه صاحبي بضله يعمل ذنب يعني معين. مم. فدائما بيجي بيحكي لي، بقول لي انه يا اخي والله دائما بحسه
انه يعني عم بحس هذا، فبقول له انه هاي شيء منيح، انه انت لسه قلبك صاحي، مهم. انه بطلت عندك من عمل سيئا فاحاطت به واحاطت به خطيئته، انه خلص لما تحيط فيك انت تبطل تحس تحكي، تصير تعنت تحكي لا انا هذا الشيء عم بعمله صح. مم. انت بما انه لهلا عندك قلب صاحي حاسس بالذنب هذا، بس ما تكون عقدة الذنب اللي حكيناها، أها. معناها هذا شيء كثير منيح. فالقلب السليم هو اللي بضل واعي، بضل بنبض مم. بنبض بالحق، يعني بضله يرجع بضله يرجع بضله يرجع. طب ف فبرأيي انه الانسان اللي بضله يتساءل ويسأل حاله، هل انا عم بعمله صح؟ هل انا عم بعمله صح؟ هل انا عم بحكي صح؟ هذا هو قلب السليم. أها. يعني الانسان اللي ظن هي انه هو على حق، هذا مش قلب سليم. يعني نحن عم نسأل الأسئلة مشان يعني الأصدقاء وهن عم يسمعونا وهن عم يقرأوا القرآن، بيسأل حاله بيلاقي حاله إنه يلا أنا أتيت الله بقلب سليم. امم هلا شو الفرق مع من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب؟ وكمان امم هي قلب منيب وصف لإبراهيم، سيدنا إبراهيم بسورة هود، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. امم حسيت يعني أنا إنه وصف المنيب كتير أعلى وأفخم وأرقى. واتبع سبيل من اناب الي. راجع سورة ذكر حكيناها، سورة صاد أها. اظن، العودة. ارجع على الله عشان شو كل وخر ساجدا واناب واناب واناب، دائما بتلاقيها فيها الانابة بسورة سورة صاد، فمعناها الرجعة. الرجعة إلى الله. مم. أي أقوى؟ العودة، بقول لك أي أقوى؟ بعد المسار، بس مش بعد المسار محل تاني، بعد المسار باتجاه الله. بس أي الأقوى برأيك، القلب السليم ولا القلب المنيب؟ آه والله هو أنا شايف القلب السليم شامل للقلب المنيب، لأنه القلب السليم بما إنه هو سليم بضله يرجع، أه. لازم يحدد الاتجاه تبعته مع الله، ففي أها. في لماذا. أها. مم. طيب هلا في مجموعة أسئلة وصلتني يعني هيك خلال الأسبوع الماضي. ولا آه تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أوف، هاي بسورة البقرة. أكيد من برا، هاي من أمريكا جاك السؤال. لا لا لا، نحن لأنه المرة الماضية مو حكينا عن الفرق بين المشرك صح والشرك والكفر. فطبعا صح هي الآية يعني بتوقفوا عنها الأصدقاء، أو صح. يعني اللي عايش بأوروبا لو واللي أعدنا عنده. تعريف صحيح، المشرك هو من ضل ثابت على رأيه على فكره ما بده يتغير. انتوا إذا واحد زوج بنته أو ابنه لشخص ما بده يغير فكره، راح يعيش حياة مأساة. لازم يكون في دائما نمو في الوعي من الطرفين، وقبول نمو الوعي من الطرفين. فعشان هيك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أن المشرك ليس يعني أهل الكتاب ولا الذين أوتوا الكتاب ولا الذين آتيناهم الكتاب، ولا تعني اليهود والنصارى. تمام. مفصولين بالقرآن، مفصولين. أها. انتبهوا انه تمام. المشرك غير اليهود غير النصارى غير أهل الكتاب، أها. موجودين. اقرأوا القرآن منيح. مهم. فهو يرفض ايه بالضبط، مو راح عم تحكيها، يرفض التغيير في العلاقة، أها. لأنه تمام. المشرك باقي على فكر آبائي، ما احنا حكيناها قبل شوي. مم. فما انه باقي على فكر آبائي معناها بدك تعملي زي ما انا بقول لك، او انت لازم تعمل هيك، ابوي كان هيك يعمل، وما بدها تغير حالها ولا هو بده يغير حاله. مم. تمام. بس اضيف شغله، مم. لكن ما هو يعني اذا كان عندك مثلا اختلاف الملل اللي احنا بنسميهم ملل، حدا عنده مله معينه بده يتزوجوا له من مله معينه، شوفوه اذا هو متقبل انه يغير هذا الفكر. هذه هي نفس الفكره. عشان هيك اللي احنا حصرناها شوي، بس هي حصرناها فيها حكم. لما كانوا يحكوا مثلا ممنوع حدا مسلم يتجوز حدا مسيحي، طب ما هو كلمة مسلم ومسيحي أصلا هي ألفاظ خاطئة فهما في القرآن. احنا حكينا إن المسلم هو كل الأنبياء اللي قبل. لا، هو غير مسموح للرجل انه الرجل بيقدر يتزوج مسيحيه، اما البنت أنا ما. عم بحكي على الجهتين. ما هو يعني هلا فكرة كيف هو مجتمعنا هيك يعني الإنسان الذي يؤمن بسيدنا عيسى مم. عليه الصلاة والسلام و... و... ويتبع ما أنزل الله في الإنجيل، مم. وموحد لله مم. ويعمل صالحا، مم. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف يحزنون، هو مسلم بتعريف القرآن. بالتالي أنا ما بقدر أحكي إنه أحكي هذا هو مسلم أو مسيحي. أنا كغير، مم. أنا لازم أشوف فكره، لازم مم. أشوف فكره شو من جوا، إيش بيقدر يفكر، شو هل هو قابل إنه يتغير ولا ما قابل يتغير. الإنسان الذي يتبع التوراة بشكل صحيح ما أنزل الله فيها وحكم الله فيها، وهو مؤمن وبتبع الدين بالشكل الصح من ناحية توحيد الله وعمل الصالحات، وبتبع الشعائر بغض النظر ما فيها شرك،
هو مسلم في تعريف القرآن. انت الآية اللي حكيتيها ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابر، ما حكى لك ان الذين أسلموا. ليه؟ لأنه هدول كلهم مسلمين. الإسلام هو دين جميع الأنبياء، دين واحد على مر الكرة الأرضية كلها، إله واحد، دين واحد، وكتاب واحد، الكتاب. فيش انا غير الفترات اللي فيه بس. انا دائما بستشهد، يعني عرفت استشهاد متواضع، الحمد لله رب العالمين، ما قال رب المسلمين، يعني رب اكزاكتلي. العالمين. لأنه إحنا غيرنا مفهوم الإسلام. أنا دائما بحكي المثال، التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا في القرآن. التوراة يعني كيف نبيون الذين أسلموا بالقرآن وهم كانوا من قبله مسلمين؟ لما حطيتها أنا على الفيسبوك، كيف كانوا قبل سيدنا محمد مسلمين؟ اقرأوا القرآن صح. احنا للاسف لما درسونا حكوا لنا الاسلام هو ما اتى مع سيدنا محمد، ويجب ان يتبع الخمس فرائض هدول، عبادات الشعائر التعبديه هدول، وغير هيك ليس له الجنه. حزب صرنا. نعم. نعم. لا عم تسأل، نعم، يعني تفسير كلام. نعم. نعم. طيب. مؤمن برسالة من دون ما تجد. على القرآن شو بيحكي؟ وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه. وكيف يحكم؟ بيحكي عن التوراة، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فالقرآن بيعترف بوجود حكم الله، لكن اللي صار إنه لما هم بيقرأوا بيتفاعلوا معه زي ما إحنا عم نتفاعل بالقرآن، عم بنزيد كثير شغلات تانية وعم ناخذها على أساس هي الدين. لما هم درسوا الإنجيل حق، أي إنسان هلا يبحث زي ما إحنا لازم نبحث، ودرس التوراة حق، رح يلاقي ما أنزل الله فيه. وأنا بتحدى أي إنسان، أنا قرأت ودرست العهد القديم والعهد الجديد، بتحدى أي إنسان يجيب لي بالإنجيل إنه سيدنا عيسى بيحكي أنا الله، أو يحكي أنا ابن الله، ويحكي عن حتى التثليث. موضوع التثليث مش موجود في الإنجيل بهي الصورة، هو عبارة عن تفاسير ضافوها، وكان عم بيحكي إنه أنا والرب واحد والطريق واحد. تمام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى يا غيث، يعني أنا بس بدي أنا أكد على الأصدقاء إنه يعني إحنا عم نحكي فيه اللي هو تدبر غيث الشخصي بمنهجيته الخاصة صح. يعني صح. بليز. الصلاة الوسطى أنا بشوفها إنه هي صلاة الفجر. ليه؟ لأنه اليوم ببلش بالمغرب. مش إحنا لما بيدخل رمضان بنروح نصلي تراويح؟ فالبداية بداية المغرب، أول صلاة عندنا المغرب، رقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. بعدين غسق الليل عندك اللي هو ليش؟ العشاء. وقرآن الفجر صارت هي القرآن الفجر، يعني إشارة الفجر. لما تفسر إنه الفجر أتى، اللي هي بدك تصلي الصلاة الثالثة. في عندك طرفي النهار. شو حلو، حبيت. تمام. فعشان هيك بقول لك وقوموا لله قانتين. قوم. انت نايم قوم. وهي اصعب وحده. روعه. صح، على فكره صح كلامك. يعني بس احنا ليش تعرفي ليه؟ انه احنا لما درسونا حكوا لنا انه بعد الساعه 12 بصير اليوم اللي بعد. هاي الساعه 12 من اجت؟ بس انا احنا لنا بحركه الشمس. انا سمعتها من حدا انه اليوم يبدا من بعد صلاه المغرب. طبعا بدي امشي هلا مش احنا بنعيد بطل تراويح بعد المغرب. تمام. والليل قبل النهار، شنو الدنيا كانت ظلمه، بعدين الله حط نور. let there be light. ولقد اتيناك 7 من المثاني والقران العظيم. هاي لسه بتدبر فيها، ممكن تكون الفاتحه. نعم الفاتحه. انا يعني انا يعني اعوذ بالله من كلمه انا طالع معي انها الفاتحه. لا يعني انا هيك هلا انا نفس الشيء، بس والله اعلم في تدبرات حلوه ثانيه كمان. الرسول الامي، هل الرسول عليه الصلاه والسلام امي؟ الامي يعني لا يعرف الكتاب وليس لا يعرف الكتابه. منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. لا يعلمون الكتاب الا اماني. الامي يعني لا يعرف الكتاب السماوي وليس لا يعرف الكتابه والقراءه. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أمي. لا اتبعوا النبي ما كان ما ليس لا يعرف القراءة والكتابة، لكن هو كان أمي لا يجهل الكتاب. عشان هيك لما جاب لهم القرآن حكى له اقرأ. كيف بده يكون أمي يا جماعة وحكى له اقرأ؟ طيب الصحف المطهرة اللي حكينا عنها. هلا للاصدقاء، يعني ما هو موضوع جدا طويل، بس للاصدقاء اللي مثل ما حكيت بامريكا والمانيا وبريطانيا، اللي هي دائما اول شغله بيحكيها لما بيصير في نقاش مع الاجنبي، اللي هي مساله زواج الرسول عليه الصلاه والسلام من اكثر من سيده. شو الجواب
المقنع السريع اللي ممكن شيماء او كنان او سوسن او حدا عايش برا يجاوب. جيب لي بالقرآن كم واحدة تزوج، هذا أهم جواب. جيب لي من القرآن زي ما أنا هلا كيف حكيت لك، جيب لي من الإنجيل إنه أنا هو الله، إنه سيدنا عيسى بيحكي أنا هو الله. جيب لي من القرآن إنه الرسول عليه الصلاة والسلام تجوز أكثر من وحدة وما كانوا في إقساط في اليتامى. ما في. من برا، كله برا، كله برا، كله إلصاق في القرآن. والله رهيبة هاي الفكرة. طبعا ما هي حكى لك إياها بسورة الكهف، أصحاب الكهف والرقيم سيقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. الماضي غيب، أنا بقدرش أفتي. عشان هيك ربنا بقول لك واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. تستفتيش. روعة. بعدين الله اللي بيفتي، عشان نكون عارفين الله اللي بيفتي، غيث ما بيفتي، في الشيخ بيفتي. يسألونك قل الله يفتيكم ولا الرسول بيفتي. هي الله لازم الذي نحفظها، قل الله يفتيكم، هي لازم طبعا نحفظها. الله يفتيكم في الكلالة، طبعا الله اللي بيفتي. بتعرف غيث، في حدود المحرمات والدين طبعا. تفضل. أنا دائما لما يعني بصير في نقاش، طبعا أنا ماني متبحرة مثل حضرتك يعني، بس أنا دائما رأسا بقول إنه وين موجودة بالقرآن؟ يعني قولوا لي القرآن وين؟ هلا هل إنه أنا لما يقولوا لي طب أنت قرآنية، هل في شبهة إني أكون قرآنية؟ شبهة إلي إنه أنا قرآنية؟ لا، هو قرآن أصل الدين يعني. ما كل حزب بلديهم فرحون، وهو المشكلة إنه حتى في ناس بسموهم قرآنيين. صار عليهم برضه يعني تدبرات غريبة، لغى القرآن، لغى الصلاة والصيام والحج والهذا. فأنت إنسان زي ما حكينا حنيفا مسلما، حنيفا بدك تضلك تحنف شو بتشوف صح. وأنا بقول ربنا حكى لنا واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصم بحبل الله، ما تحكي خلص أنت مسلم وحنيفي على ملة سيدنا إبراهيم وتابع لسيدنا محمد الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، واتبع أنا ما اتفق مع الأحاديث عليه وما القصص والعبر والسيرة النبوية اللي بتوافق القرآن. ما فيش داعي يكون لي اسم. قصة الأحاديث هي مهمة. أنا يعني مشان نلفت للأصدقاء إنه غيث لا ينكر السنة ولا ينكر الأحاديث، ولكن يعرضها على القرآن، يعيدها إلى القرآن، يعني يحكمها للقرآن الكريم. وأنا يعني أنا هيك بقول، طب الرسول عليه الصلاة والسلام هيك قال، طب وين موجودة بالقرآن؟ يعني ما بدها حدا يعني عرفت كيف كتير فهيم أو كتير يعني دارس لحتى هاي الجملة أو هذا المفهوم يكون مخه. يعني أنا الرسول حكى هاي الشغلة موجودة بالقرآن، يعني ما أنا موجودة، فمعناتها أنت بدك تحطها على جنب. حلو. أعطانا مثال يا أيها النبي قل لأزواجك، صح؟ ما احنا حكينا أعطينا إنه مثال، إنه هو دليل إنه هو تزوج أكثر من حدا في خارج حدود الإقساط في اليتامى. يعني إحنا ربنا حكى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. فالرسول دائما هي أعطتك بالضرورة راح يكون عم دليل أزواجك معناتها أكثر من حدا. هي يعني هلا هي مين لؤي ولا أنا جاوبت هنا عم بجاوب آه. كنت عم بحكي لك إنه إحنا عم نحكي إنه لازم يكون عندك آية تقول إنه الأزواج ما كانوا في خارج حدود التعدد تبع الإقساط في اليتامى واللي هم مثنى وثلاثة ورباع. تمام. هذا اللي حكيناه. لازم تكون نرجع يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لن يخرج عن القرآن. وبعدين أزواجك في عندك مراحل، ممكن تجوز تنتين مرحلة طلقهم ما توفوا، انتقل على مرحلة ثانية زي ما هو تزوج سيدنا خديجة لفترة كثير من الزمان. تمام. غيث، احنا بما انه في صيدلية الكتب بدنا نسألك عن شوي عن الكتب. قرأت لمستشرقين، هلا في كتاب شهير عن القرآن، مستشرق نولتكي اللي هو تاريخ القرآن. هل قرأت لمستشرقين بيحكوا عن القرآن؟ لا أكيد مستشرقين بس مش الكتاب، يعني قرأت كثير. كان في عندي عم بعمل زي بحث على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كنت انتبه إن هم شوي بيركزوا أكثر على شخصية محمد عليه الصلاة والسلام وكيف كان هو وتاريخي أكثر ما بتطلعوا عليها بالقرآن. بس هو هذا كتاب يمكن يعني يمكن يعني كأنت باحث يمكن يعني حلو تطلع عليه. يعني ما حيغير من اللي انت عم تعمله، بس يعني انه هم كيف يعني في جهد، هو في جهد طبعا بناء على مثل ما انت بتقول اللي هو الفكر اللي هو كان حاصل عليه والمعلومات اللي بين ايديه يعني. حلو.
شو في كتب غيس، يعني هو عن الكتب بجوز بدنا نسألك سؤالين، انه شو في كتب رافقتك بخلال مرحلة الإلحاد لو وصلت على الإيمان، ويمكن السؤال الثاني انه شو في كتب بتنصح فيها الأصدقاء يعني مشان هن يتدبروا القرآن أكثر. اوكي، ما عشان ما نزيد، اللائحه اه طويله هي، بس انا ما بدي ازيد. اه اه يعني بدي اركز على شغلات بتفيد. هلا انا بوقت الالحاد كنت اقرا كل شيء، اه فكنت اقرا فلسفه وعلم والحاد وريتشارد دوكنز وسام هاريس، يعني ما كنتش هذا، فبديش انا اعمل دعايه للكتب اه هذه. اللي اقول لك الكتاب عن جد دائما بحكيها، القصه اللي تاثرت فيها كانت ذا تشويس تبع احمد ديدات، هذا جميل كثير ينقرا. حكيت عنه آه، المرة الماضية أو اللي قبلها. صحيح. في كتاب انهدى اللي حكيت عنه بجوز برضو، الإحسان في تدبر القرآن تبع سليمان الجحدار. اللغة الموحدة حكينا فيها هلا ريسنتلي عن اللغة تبع عالم صبيط النيلي. وفي كتاب تبع محمد شحرور، قرأت الكتاب والقرآن بس كنت ملحد وقتها، يعني متذكر أنا. كان جميل. قرأت في كتاب استحالة وجود النسخ في القرآن، هذيك مرة كنت بحاول أتذكره. مم. لواحد اسمه محمد إيهاب عبده، والله تذكرت اسمه، محمد إيهاب عبده. هذا حلل جد موضوع النسخ اللي أنا قبل امبارح حطيت عليها أها. البوست بالفيسبوك. هذا كان كتاب جميل كتير. كنت أتابع عدنان إبراهيم الشعراوي. قرأت حتى تبع ابن باز وابن عثيمين كان في عندهم تفسير. قرأت الظلال، الظلال في تفسير القرآن طبعا، سيد الظلال لسيد قطب. مم. هذا رافقني كثير، يعني هذا بجوز من أكثر. بس بقدر أحكي إنه يعني في منهجية من يعني أو بجوز كان شوي يعني منه أخذت منهجية إنه أنا أدور على هو محاور شوف، ايوه يعني منه ببلش بالمقدمه بقول لك انا بدي احاول ابعد عن النسخ وابعد عن المكي والمدني وابعد عن هاي الشغلات، واركز وعلى اي مصادر تانية واقرا القران بحاله. فكانت هي عندي هاي البذره مم. للفكره. مم. عرفتي، انا بتذكرها يعني سيد قطب فضل علي هذا الموضوع طبعا. بس بالاخر هيك يعني في كثير شغلات انا بعارضه فيها بالتفسير اللي بيكون موجود، كنت احسه عشان هو بحاله حرب اصلا، فكل شيء دائما قتال وما قتال، يعني تلاقيه عنيف. فانا بختلف معه بهذا النظره، بجوز بحكيها دائما بالحلقات او باللي بكتبه. في كتاب أنا ما بعرف أنت حكيت عنه بسرعة ولا أنا بالبودكاست، اللي هو عن الرسم القرآني. لمين هو كتاب هذا عن الإحسان في تدبر القرآن تبع هو الجحدار. هذا نفسه. هلا الرسم القرآني في عندك خليل السلوادي موجود على فيسبوك، عنده كتب كتير. مم. عندك شو اسمه، سامر اسلامبولي عنده عنده كتابين حلوين، تحرير العقل، أظن من النص شيء لهيك. مم. وفي عندك من النقل للنص أظن. وفي عنده علمية اللسان العربي. في كتب أجنبية كتير حلوة. بقدر أحكي على كتاب اللي هو The Road Less Traveled، مم. واللي هو تبع ام سكوت بيك. وبقدر أحكي على كتاب، في كمان كتاب بس أتذكر لك إياهم. سايكو سايبرنتكس. سايكو سايبرنتكس الكتاب لاسم واحد ماكسويل مولتز، هو برضه هيك علم انه بيحكي كيف الانسان يعالج مم. حاله بحاله. كتير حلو الكتاب. أها. و يعني كتب كثيرة ما بقدر، زي انا دائما بحكيهم بذكر حسب ما بتذكر. في ذا انتليجنت يونيفرس لفريد هويل. أها. في كتب زغلول النجار، كان في الاعجاز العلمي متذكر. حتى في اللي بنتبه في برنامج اسمه، إذا عارف، اذا افلا يعقلون شيء زي هيك، لزغلول النجار، و... كان معظم الشغلات اللي انا بحكيها علمية جاي منه كمان، والله. معظم. آه. امم بتقرأ أكثر يعني إنجليزي؟ انا بقرا انجليزي اكثر، بس انتبهت على حالي انه بقرا عربي بستمتع اكثر، وبس بخلص مع الكتاب كثير اسرع. أها. مم. يعني كتابنا بتقرأ لكتابنا؟ طبعا. آه. وعندي البوصله القرانيه، احمد خير العمري قري. كمان. مم. أنا عندي إياه بس لسه ما قرأته. حلو كثير. طيب. آه. خلينا ناخذ الأسئلة غيس وبعطيك طيب المجال وتضيف شيء هلا بالأخير إذا بتحب. يلا، بس انا عشان لازم اطلع كمان شوي، فاذا بدك نمشي عليهم بسرعه بسرعة اذا يعني. بتسمع. تعملوا لقاءات لو إنه مرة بالشهر إن شاء الله، غيس وعد إنه إن شاء الله. ما شاء الله عليك. القرآن في
الحجاب للمرأة؟ يعني بتحب تجاوبها لما سريعا من هون ما نطلع السؤال. ذكرناها بالحلقة اللي قبل، يعني هي اللي اسمها الخمار، بس لا شرحها خلينا ناخذ الحلقة السابقة أحسن. في ياسمين معلقة على أسباب النزول إنه بتمنع تفاعلنا مع القرآن حاليا. موضوع الحرف والكتابة، إذا لم يكن الله سبحانه هو الذي أنزلها هيك، فإذا من مثل كلمة الربا الألف والواو. صح، هذا اللي كنا نحكي فيه، عشان هيك إنه الله اللي جمع القرآن، هو الله اللي حطه بصيغته هاي. كيف جمع القرآن ومن كتبه؟ يعني ريما جاوبنا، زعل لا منك. هي هذا أظن كنت أنا جاوبتها يعني، وهي عم تسأل. القرآن شفاء حقيقي. منى يحضرني وبتطلع تكرار الأدوية والآيات، بأنه مين حطهم هدول الآيات؟ يعني إنه لازم عدد معين. هي الآيات إيش؟ إنه مثلا قل هو الله أحد 4 مرات، عرفت كيف؟ إنه الأوراد آه معين، عرفت كيف؟ طبعا هذا حكينا فيها، يعني هذا إحنا بعدناه، هذا مش إشي يعني آه من القرآن خلينا أحكي. أول مرة أفهم تفسير اليهود والنصارى والصابئين. شكرا، ما شاء الله، ربي يفتح عليك، ما شاء الله متمكن. آه تفسير الناقة، واو. آه يا الله على التفسير، بيخلي الواحد يزيد إيمانه. ماذا عن إصلاح أنفسنا؟ منى الحمود. أكيد هل العلاقة تبادلية بين الإصلاح في الأرض مع إصلاح أنفسنا؟ طبعا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هو الأساس أصلا لازم تبلش فيه. مم. هي بتعرف بس ممكن تحكي تستفزنا منها. ممكن تحكي على وعي شعيب؟ وعي شعيب لما صارت الشعوب تتداخل مع بعضها البعض ويتعاملوا مع بعض بالتجارة، فصار معظم هذا موضوع أنه على لا تبخسوا الميزان، تجارة بزنس هذا. أها. يس. آه، أهل غزة ربنا يصبرهم. قرأت لابن تيمية، أنا عم بسأل هذا. نعم. الله يقول إنه من خلق كل شيء زوجين، في كل شر من منظورنا أكيد في خير، وفي كل خير من منظورنا فيه شر. أوكي، بس ما بعرف على شو كان عم يتعلق. مم. نرمي ضعفنا وفشلنا بسرعة، نقول الله هيك قدر. الله يفتح عليك أبو هاشم. الإنسان مخير فيما يعلم ومسير فيما لا يعلم. ممكن مثال؟ حكينا ريما، مو حكيت مم. ري؟ مم. حكينا. هاي الليلة وموجود حلقة على البودكاست بقدر نرجع لها كمان. موجود حلقة، أيوة. هل ليلة القدر عندها علاقة؟ لا على تنزل ملائكته فيها يعني نازل بينزلوا الملائكة والأمر عشان يحطوا الأقدار تبع الناس، يحددوا الاحتمالات رح تصير. هلا هيك دلال سألت، سميت هكذا لأن تحدد فيها أقدارنا وخياراتنا المتاحة، لهيك هي فرصة صح ثمينة لنا للدعاء واختيار صح. الأقدار. آه مبدأ الله على القرآن. ربي يختم لك الصالحات، ربي يثبت قلوبنا. الله يفتح عليك. ممكن توضح لنا مفهوم الشهادة كمان منى الحمود؟ أوكي. الشهادة بندور عليها بسورة يوسف، شهد شاهد من أهلها. كلمة الشهادة إنه الإنسان يكون موجود على شغلة أو بتدل على شغلة عقلانيا، فإحنا بنستخدمها تجاوزا إنه هدول هم استشهدوا لأنهم شهدوا الله ورأوا الله حقا. ما هي الصورة التي تحررك من مخاوفك؟ شو أنا كله بتحرك فيش شيء معين، ما عندي شيء معين أنا بالنسبة لي، كلهم يعني أكثرهم. بس يعني ما بقدر أحكي لك على يعني علاقتي مع سيدنا موسى، يعني بحس موسى دائما لا تخف لا تخف لا تخف، ربنا بيكون بتفاعل مع الخوف اللي جواته. النفس اللوامة والنفس المطمئنة، حاطة إشارة تعجب ليلى. يعني هذول كأنه أنواع النفس اللي كنت عم تحكي عنهم. مم. آه... الأب كيف يعرف العريس إنه مشرك؟ بيسأله يحكي معه يشوف مستعد يتقبل الفكر ولا لا، زي الانترفيو تبع الشغل. إذا اثنين التقوا مسلم أو غير مسلم يفكروا بالحب، غير هيك انسى. ما عشان هيك القصص لازم تكون صح. أيوة، تمام. يعني المسيحي الواحد غير المشرك يعتبر مسلم، يعني مؤمن برسالة سيدنا. وضحها يا فداء، م. وضحها. آه... اللي تتزوج مسيحي بتعمل مثلهم وتروح الكنيسة، شو بيكون وضعها؟ مشركة؟ ما هو الوعي، عشان حكينا لازم المشرك هو غير واعي، فهي يعني بتقدر تعزل حالها ما تعزل حالها. إذا صفت هي عم تنجبر تروح على الكنيسة صفى في عليها طاغوت، وهذا يعني بطلت هي يعني عندها خيار، فمعناها زواجها من الأصل كان فيه مشكلة. أها. بس الله أعلم، يعني حكم لربنا، ما بقدرش أحكم فيها. آه... اللي سائليننا قديش عمركم، يعني مش عارفة، يعني هذا السؤال شو دخله باللي نحن بنحكي فيه؟ كيف ذكر في القرآن أنه تزوج خديجة؟
لا مش هو موجود. عم بيحكي انه مش موجود اللي تزوج خديجة يعني، بس كان هو متزوج عنده ازواج زي ما حكينا، بس حكينا ما بيحكي انه اكثر من 4 ولا انه في خارج حدود اليتامى. هذا سؤال كتير حلو من بدر. غيث، لو بدك تعطي محاضرة لمستمعين غير مسلمين، شو الأشياء اللي بتحكيها؟ بوضح كل المشاكل الخارج اللي احنا عنا اياها من برا، اللي هي شبهات. زي القتل والجهاد والهذا الشبهات، صح. أها. يعني بالنسبة لكيفية الصلاة هي غير موضحة بالقرآن. أكيد في موضحة. هذا الشيء موضحة. عندي مقال فيها، إذا بدك بحط لك إياه إن شاء الله بالتعليقات. حط لنا يا الله يرضى عليك. تمام. آه، آه، شغلة ما انفهمت إنه الرسول صح تعدد في الزوجات، لكن كمان حط لنا الآية يا غيث الله يرضى عليك كمان تبعت الأقساط في اليتامى بيساوي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم آه من النساء مثنى واضحة. وثلاث، وإن خفتم جاي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، صح. بيسان اللي سألتنا كم عمرنا أنا وياك، بتسأل من وين نلاقي قصة حياتك غيث. بالكتاب. أنا كانت يعني جزء منها، وجزء حكيها في أحسن إشي بحوار معي مع أيمن خيري على قناة الفهرس. آه لا، الحال. وحتى بالبودكاست الأخراني، يعني آه. رحت الحلقة الأولى كمان حاكي فيها. الإلحاد، صح. عمر عم يسألك عن القراءة لشيخ ابن تيمية. قرأت. أكيد قرأت، يعني شو يس. تنصح بشيء؟ لا، وانا يعني شوي اختلفت بالفكر موجود شنو، حسيت في نوع من التكفير، وانا بعد عن التكفير، مش كل شيء طبعا، في شغلات كانت لطيفة، بس يعني ما بنصحش بشيء معين صراحة، لا. كيف أصلح في مكاني وأنا المعلومات التي فرضت علي يعني؟ قدمها، يا بتغير المكان يا بتحاول توصل الفكرة عن طريق بشكل مبطن بدون ما يصير عليه مشاكل. آه، كيف نميز بين قضاء الله وبين القدر؟ بدك ترجعي تحضري حكينا معنا عنها. جديد صح. عزيزتي. بدنا مقال عن ركعات الصلاة. ان شاء الله. آه، أظن خلصت الأسئلة. خلص. آه، وخلص يعطيك بشوف الف عافية. هذا الشهر الفضيل. شكرا شكرا يا غيث، اهلا ممنونين وسهلا. لك. قبل الله شرفتني. طاعاتك. كل عام منه وانت ومنك يا رب. بخير. اهلا. أهلا. أهلا سلام. غيث. هلا. باي باي.